La basura, güey. ازيك يا كابتن ايمن؟ عامل ايه؟ طيب، انا مبسوط ان انت نورتنا في ده مشهور قوي. ده بجد والله العظيم انا مبسوط جدا 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 ومتشوق للحلقه دي بجد. آه انا عارف مين كابتن ايمان، بس انا في الحلقه دي هتقمص شخصيه واحد غريب عنك تماما، لا يفقه عنك اي شيء، وهسيب لك المايك براحتك جدا جدا جدا. ف انت ممكن بشكل بسيط كده ازاي تعرف لنا امام في 120 ثانيه؟ 120 سنة. لازم 120 يعني سنة. 90 قليل، 150 كتير. بسم الله، اسمي محمد إمام. 25 سنة. شغال في شركة تربو اي جي برودكت اونر. عندي مشروع صغير كده، وهو ستارت اب حاليا، أكاديمية كرة قدم، وإن شاء تمام. الله بنعمل إنها تكون نادي كرة قدم. كنت في كلية تربية حاسبات ومعلومات، وحاليا عامل استكمال كلية تجارة، القاهرة، جامعة الأزهر. بس أقل من 120 سنة. سمعت انت تقريبا انت كوره وكده يعني كنت. كنت بلعب كورة، كانت هي هوايتي حقيقي، فقعدت فيها مدة كبيرة جدا. لعبت في أكتر من نادي، لعبت في إمبابة، بشتيل، ترسانة. كنت بحاول أكتسب اختبارات الزمالك. لعبت في نادي النيل. كنت مؤهل إن ألعب في نادي دجلة بانتقال من نادي النيل، ولكن اتلغى منتخب 98، ودي كانت نهايتي مع الكورة في الناشئين. لعبت سنة واحدة فريق أول سراء القبة، وبعد كده اتجهت بقى للعبة كرة الصالات. قعدت فيها حوالي 4 سنين. حلو ده جدا. دوري شركات، وبعد كده حاليا مفيش يعني. طيب، انت قلت لي ان انت برودكت اونر. بالظبط. تمام، برودكت اونر. طب معلش، احنا ممكن بشكل سريع، انا مش عايز مش عايز بس انط حاجه، انا عايز ابدا من الاول، بس يعني انت قلنا سريعا كده ايه البرودكت اونر؟ برودكت اونر ده في تيم سوفت وير، او في تيم التك تيم على حسب ما بتسمى في الشركات، وهو بيكون داخل تيم البرمجه، او فانكشن او قسم داخل تيم البرمجه. بيكون مهمته ان هو بيكون الوسيط ما بين العميل اللي بيحتاج السيستم، وما بين المبرمجين اللي بيكتبوا الكود على السيستم. فهو بيكون بيدير المنتج بحيث ان هو يشوف النيدز او الاحتياجات الخاصه بالعميل. بيبدا يسلم مبرمجين، وهو اللي بيبدا ياخد منهم البروتوتايب ده، بيعرضه على العميل. لو تمام، اكيد ده باختصار يعني، طبعا تمام. هو مليون تفاصيل ومليون. طب انت اول ما رحت تربو خدت البوزيشن ده؟ لا طبعا، انا بقالي 8 سنين في تربو حاليا. 8 8 سنين. شهر 4 اللي فات كان 8 سنين. اتنقلت في 13 وظيفه حرفيا، لان هي كانت ستارت اب، ومش معنى كده ان انا بيرفكت في 13 وظيفه، لاني كنت ممكن اقعد في الوظيفه شهرين 3، وكلهم كانوا معظمهم كده. كنا لسه بنبتدي، فكنت مثلا يلا هنبدا قسم خدمه العملاء، فامام في قسم خدمه العملاء فاقعد فيه المده. هنبدا قسم السيلز، فامام بيبدا قسم السيلز بقعد فيه المده. فطبعا ما كانش عندي الخبره الكافيه في كل قسم، ولكن كنت بيبقى عندي من القدره بالتوفيق الله عز وجل، لان انا بقدر ان انا هيكل اي قسم، احط اسس، وبيجي الخبير بيستلم بيشتغل بقى بالطريقه اللي هو اتعود عليها يعني. بس ولكن اكتر قسم كنت فيه اللي هو الكاستمر سيرفيس، هو ده الاكتر قسم قعدت فيه مده يعني. وحاليا بقى في التك تيم يعني بقالي سنه كده او ان شاء الله الشهر ده يتم السنه يعني. جامد. طيب انت، هي تربو اصلا بقى لها قد ايه؟ انت بقى لك 8 سنين، هي بقى لها قد هي ايه؟ بقى لها 8 سنين. يعني انت بادئ معاهم من اول من تاني يوم بالظبط. يعني تاني، احنا النهارده عملنا مش عملوا عارف الشركه تاني يوم. تاني انا يوم كنت محمد امام. فانا حضرت معاهم من كام تفصيل. طب فانت يعني انت يعتبر انت مريت بكل بقى الابس اند داونز بتاعت مظبوط. الشركات طب انت ما تدينا بريف عن تربو، عشان الناس يعني ممكن في ناس مش حد مش عارف، بس انا اللي اعرفه ان تربو ده حد جامد يعني. تربو شركة شحن محلية وقت ما بدأنا، وحاليا هي بتشحن دولي، ولكن هي كانت بادئة طبعا زي أي شركة صغيرة. فكنا بريف سريع، كنا بنشتغل بشكل مبسط جدا، ورقة وقلم. مبدئيا بدأنا ننتقل سيستم الإكسل، وحاليا عندنا سيستم خاص بينا. فهي شركة بتوصل كل الطرود. معلش أنا آسف، لا ولا يهمك. نعيد الحتة دي تاني يا باشا قول. لا نعيد ايه، احنا زي ما احنا يعني. هو انت الفكره ان هي ابتدت من تحت خالص، كانت شغاله بقى بشكل بسيط جدا، ماسكه بتمسكوا ورقه وقلم بقى وتقعدوا تكتبوا النهارده صرفنا كذا ومش عارف ايه وفلان عليه كذا بالظبط. يعني الموضوع بدائي جدا يعني. يعني كان احنا كشك وممنوع الاجل والكلام ده. مظبوط. فبعدين بقى انتوا الدنيا بدات ايه؟ طب انا السؤال، انت
كنت صابر على ده ازاي؟ او انت كنت كام سنه وقتها؟ كنت ده وقتها 25 وانت كنت 17 سنه تقريبا. 17 سنه يعني هو داخل على 18 طب هي كانت سنة. شغلانه وانت شايف المكان ده رايح حته؟ هو مبدئيا كانت في البدايه ما نعرفش اهداف الناس اللي مؤسسين المكان اللي هم قاسم وعبد الله. فهو مبدئيا لما بدانا معاهم كان مجرد ان احنا معانا طرود هنوصل الطرود دي، هم كانوا بيشتغلوا معانا برضه بايديهم يعني. فكان البدايه مجرد ان احنا بنوصل طرود بنتربح منها. مع الوقت قاسم جه قعد معانا وقال لنا اهدافه وخططه وبدا يقسم بالعدد بتاعنا لمجموعه تيم، وان هو عايز يبقى اكبر شركه شحن في مصر. فمن اليوم ده، بس اليوم ده كان في 2017، يعني قعدنا سنتين بنحاول ان احنا نوصل بس طرود او بنشتغل عشان نتربح زي اي شغلانه. ولكن من 2017 بقى بدا يبقى في فيجن كده، لان احنا عايزين نعمل ايه قدام يعني. بس يعني انت طب انت في البدايه كنت بتوصل طرود؟ بنوصل طرود. هي يعني يعتبر اشتغلنا كامل وظيفه تربو، فهي اول وظيفه في تربو، اساس تربو او اساس شركات الشحن الكابتن او المندوب. طب دي شغلانه يعني انا بشوفها ان هي شغلانه طبعا كل ليها احترامها كامل، بس انا عايز اقول تفصيله معينه فيها ان هي فيها تنطيط وحفركه بس انت حد رايق كده، انت كنت بتستمتع بده ازاي؟ انا مش عارف، انا بحبها جدا، والحاليا لحد ما زلت لحد الان بحبها. طبعا ما اشتغلتهاش بقى لي مده، ولكن بحبها جدا. هي مسليه لان الاحتكاك بالشارع ده مفيد جدا، وده علمني كتير جدا بقى. حاجات ساعدتني في الاداره، طبعا برضو لسه بنتعلم، ولكن ساعدتني في حاجات كتير جدا بالاداره، لاني قدرت اتعامل مع جميع الانماط الشخصيه في الشارع. وطبعا بيقابلك كتير عكس ما تكون قاعد في مكتب بس. فده ساعدني كتير، واني اشتغلت برضو في مده، اشتغلت في سنتين قرب ال3 سنين، فطبعا ده مده كبيره. فلو جه موضوع الروقان ده كنت برضو بشتغله بنظام، او كنت بحاول برضو ان انا احط لنفسي شكل معين كده يكون مريح ما ازعجش بيه نفسي. بعمل مكالمات الصبح قبل ما انزل، وبسلم الطرود بشكل عادي، ما عنديش زي تفكير. الفل. جامد. انت قعدت قد ايه بتوصل؟ يعني من عدى قد ايه سنتين لحد لثلاثه، من سنتين لثلاثه لحد 2017، يعني من 2015 2017 يعني انت فضلت سنتين ثلاثه كابتن بس؟ كابتن بس. لحد 2017 انت كابتن بس في بالظبط، هي الشركه ما كانش فيها اقسام لحد 2017 يعني. كان قاسم وعبد الله كانوا هم حتى مسؤولين عن شيفت الصبح وشيفت بالليل، هم اصحاب الشركه بالمناسبه. فما كانش فيه اقسام، ما كانش فيه ناس غيرنا، هو حد بيكون مسؤول يستلم من المناديب دي او الكباتن والعكس. ما كانش فيه سيلز. 2017 ابتديت خدت خطوه كنت يعني مسكت قسم او بقيت مدير؟ 2017 اتعرض عليا ان اشتغل في براند ملابس كان تابع لتربو، ورحت بالفعل اشتغلت 3 شهور، ودي كانت فاصله في تربو، ورجعت تاني مع طلبه تاني في تربو واشتغلت معاهم. كنت نائب مدير فروع هناك. نائب مدير فروع؟ يعني تربو بدأ يفتح براند؟ لا، في شركه طلبتني كانت شغاله مع تربو. تمام. فرحت اشتغلت معاهم 3 شهور، وهم كانوا براند اصلا، براند ملابس حريمي محجبات، وعنده اكتر من فرع، عنده في شيراتون وفي دمياط وجنينه مول. نائب مدير فروع؟ كنت نائب مدير فروع في 20 سنه كان عندك؟ كنت في البدايه اشتغلت معاهم حاجه بسيطه جدا، اسبوع مشتريات، وبعدين صاحب المحل جه يتكلم معايا: انت بتدرس ايه؟ كنت شغال فين؟ قال لي: انت هتكون نائب مدير الفروع. وكان اسمه استاذ عادل تحديدا يعني. اشتغلت معاه شويه 3 شهور. قاسم كلمني، كنت انا ومحمد يوسف تحديدا يعني، وقال لي ان انا محتاج اقعد معاكم، وبدا يشرح لنا بقى النقطه اللي كنا فيها من شويه. هو انا بقى عايز اعمل، انا عايز ابقى احسن شركه شحن مصر. انا في نقطه عايزين نشبكها بدبوس هنا، اللي هو انت راجل عندك 20 سنه وفي محل عنده براند، عنده فروع يعني ايا كان، ده مش محل بقى كده، انما وشايف ان انت ممكن تكون نائب مدير فروع مش فرع. مظبوط. مدير فروع، فمدير الفروع ده هو مش موجود، انت بتحل مكانه. وهو موجود حتى انت بتقوم بشغل كتير من اللي هو بيعمله. مظبوط. يعني فخلينا نشبكها بدبوس. ماشي قشطه. انت رجعت تربو، رجعت على ايه بقى؟ رجعت بناء على اللي سمعته. كان في نوع من التحفيز، وكان في نوع من الاغراء بقى، ان المكان هيكون جنبك بالظبط، مش هتروح لحد مصر الجديده. كان في بجانب التحفيز كان في شويه مميزات اكتر، ان انا ارجع تاني تربو بقى، وهرجع اداري مش هرجع كابتن. وبالفعل لما رجعت مسكت خدمه العملاء يعني. مسكت القسم؟ ما هو كان القسم انا بس مبدئيا لحد ما بدا يتكون، كنت برضو ماسك القسم لحين ما انتقلت قسم تاني. هيكلته واسسته استلم المختص. بدات انا اروح قسم تاني، قسم السيلز. يلا عايزين بقى نبدا نجيب طرود جديده، فبدات ان انا اكون في قسم السيلز. طب خلينا يعني انت في البدايه وانت ماسك القسم انت بتشتغل بايدك وبتعمل كل حاجه، فانت بتهيكل يعني. انت قلت لي انا كنت بروح كل قسم اهيكل القسم، وبعدين انا حابب الحلقه دي تحديدا
يعني انا عارف محمد امام، انا يعني معلش الجزء ده هكون ايه، انا عارف يعني انا عارف محمد امام وصل ليه، بس انا حابب الحلقه دي تحديدا تكون مرجع لاي حد يعني مش فاهم يعني ايه اداره هندسه، او هو مهتم بالفكره بشكل عام. لسه بنتعلم. ودي اول حاجه تتعلمها في الاداره الهندسية. فخليني واحده واحده. انت دلوقتي بتهيكل او بتاسس، يعني الناس كتير ما تاخدش بالها من لفظ زي ده، بس انت قصده، انا عارف انت قصده. انت بتاسس نظام الناس هتمشي عليه من بعديك ازاي. يعني انت في البدايه وانت ماسك خدمه العملاء بتنظم دنيتك ازاي، بتهيئ ان انت تنفذ. وانا عارف ان في ناس اصلا ممكن تكون هي شاطره في ان هي تحط خطط وكده بس ما بتعرفش تنفذ. فانت بتعمل يعني انت مسكت فتره بتاسس وبتنفذ بايدك، بعدين ابتديت تدير بقى الناس وهي شغاله. فانت بتهيكل ازاي وتاسس ازاي في الاول؟ وانا بشوف ان دايما اي قسم ليه ثوابت، هو في ثوابت بتتحط لاي قسم انا بقدر اشتغل بناء عليها ان انا اخلي التشغيل بتاعي يمشي بشكل سليم. فهم كلهم بيكون في بروسس معينه باختلاف طبيعه المجال نفسه. بيحتاج يعني خلينا نقول تريكات صغيره جدا او تاتشات صغيره تفصل قسم عن الثاني، ولكن هو في الاول والاخر الثوابت واحده. انت بتبدا تعمل ثوابت ازاي؟ بتبدا بتحط الورك فلو بتاعك عموما، ايه بيسلم ايه، بيخدم التشغيل بتاعك بناء على الخبره اللي اكتسبناها من الشحن عموما فتره الكابتن في بدايه الفترات من واحنا اداريين. فطبعا هيكلت في اول قسم مش زي هيكلت في 7 قسم، اكيد في اختلاف على المستوى ان اكتسبت خبره نوليدج. بالظبط، خبره ونوليدج اختلفوا، ولكن كان بيبقى عندنا توفيق ان من عند الله عز وجل ان احنا نقدر نحط الثوابت دي اللي بتقدر تخلي بيجي ورايا ما يسالنيش انا اعمل ايه. يعني انا كنت بحاول اكتب كل حاجه انا بعملها، مشهور حتى بالتنظيم. الناس اللي عارفاني قوي يعني ممكن لو الكوبايه معموله كده انا بنزعج. فده فعلى قد ما ده بيكون ممكن اوفر لبعض الناس، ولكن هو بيبقى عارف ان هيلاقي الكوبايه دي هنا، او عارف ان القلم في الدرج الثاني، عارف ان ال الكشكول او الكتاب او اي في الدرج الثالث وهكذا. فده برضه بيحصل في ورك فلو بقى بتاع التشغيل، هو عارف ان ايه هيسلم ايه هيسلم ايه، فده بيساعده جدا ان هو يجي يشتغل ورايا. فببدا اسيب القسم وامشي، المختص بيجي بيضيف خبرته بقى اللي اكتسبها من المدارس الخارجيه. بس فهو يعني اي حد هيبقى مبسوط ان هو بيجي بعديك، لان اي سؤال بالنسبه له متجاوب عليه. ما بحتاجش اقعد مع وقت كبير، ممكن اقعد مع يوم واحد بس وبقدر امشي، وفعلا ممكن ما يتسوش فيها تاني. في استثناءات على حسب استيعاب الشخص اللي استلم، او على حسب هو كان مركز قد ايه، ولكن في الطبيعي لو حد مركز معايا 100% ما كانش بيسالني تاني يعني. طب انت بعد قد ايه ابتدى القسم يكبر ويبقى يبقى في ناس شغاله معاك؟ ممكن في المره مثلا نقول الثامنه التاسعه في اكتر قسم قعدت فيه هو الكاستمر سيرفيس، ولكن كان بمسمى الشكاوى في الشركه، وهو هندله العملاء الغضبانين يعني. فشايفوا ان ممكن ابدا كده، فبدات فيه برضه لوحدي، ومع الوقت بقيت معايا تيم هو من افضل التيمات اللي اشتغلت معاهم حقيقي. فهم كانوا حوالي 10. فهو ده التيم اللي قعدت بيه مده بعد الهيكله نديره وافضل معاهم مده يعني. مع الوقت بدات ان انا ادير المخزن بشكل مؤقت الخاص بالشركه، فبرضه بقى معايا مجموعه من العمال في 3 شفتات ما طولتش فيها برضه، نقلت. فده هو انت يا امام احنا عندنا مشكله هنا، تعال حل يا امام، احنا عندنا مشكله هنا بالظبط. تعال حل. دي مشهور بكده، وانا ببقى نازل مش عارف انا النهارده في قسم ايه. ده حرفيا يمكن لو قاسم سمع الحلقه يعني يبقى فاهم هو حاسس بيه، اكيد هيضحك يعني ولا اسمع كده. هو عارف انا بنزل، انا مش عارف انا هبقى في ايه، بس هو عنده ثقه ما ان هو طبعا. وانا كان كلامه طبعا بيكون حافز، وكلام عبد الله بيكون حافز ان انا طالما قد يعني انا موجود قد المكان، مش عشان بضايقك، وانا لو مش واثق فيك مش هقدر انقلك هنا وهنا. ما كنتش يعني بتنقل عشان انا ما كنتش افضل حد هنا، واكيد انا مش افضل حد هنا، ولكن في مختص وفي خبير عني، ولكن مش بتنقل عشان في حد خبير جه هنا في المكان ده. لا، انا بتنقل عشان اسس حاجه تانية، عشان نبدا نكون الاقسام دي، بدل ما احنا كنا شغالين في البدايه بشكل في نوع من ان احنا كلنا بنعمل كل حاجه، لا يبقى في تخصصات يعني. طب انت بيمثل لك ايه، او انت بتشوف ازاي انه انت بعد ما تخش قسم وبتتعب في تاسيسه توقفه على رجله مش عارف ايه ده انت نجحت؟ طب تعالى بقى عايزين يعني بتشوفه ازاي؟ مش هضحك عليك، ممكن بكون بنزعج لوهله، ولكن الكلام اللي كنت بحكي عليه بيخليني ما اكونش منزعج. طالما هي ثقه فانا بحب اشوف الموضوع بزاويه غير اللي انا شفتها. بعد ما اهدى بشوفه تحدي، فبروح بيقابلني صعوبات في البدايه، ببدا عشان برضه مجال مختلف عني، هيكلته بتكون مختلفه في بعض التاتشز الاخيره اللي قلنا عليها دي. فببدا ان انا
اشوف هي ايه وابحث عنها بحيث تقدر تساعدني، وبعد كده عارف ان هيجي مختص ياخد القسم يعني. طيب انت ابتديت من امتى؟ انت قلت لي ان انت في تيم قعد معاك سنه، كانوا 10 مين في قسم الشكاوي. مظبوط. كان تقريبا كنت كام سنه تقريبا؟ كنت 23 سنة مثلا أو 22 سنة. تمام، 22 سنه. 22 سنه. خليني بقى ايه نخش في حته اللي انا حاببها قوي، انا مستنيها. تمام. انت دلوقتي تحت ايدك سي 10. تمام. ال10 دول، او خليني ارجع من الاول، انت قسم خدمه عملاء، بتعمل ازاي؟ انت اللي بيجوا لك كلهم مفيش حد هيتصل يشكرك هو يعني، او نادرا يعني. انت مثلا هيجي لك 100 كولا في اليوم، بلاش 100 كولا، هيجي لك 50 مكالمه في اليوم. ال 50 مكالمه دول فيهم 2 بيقولوا لك شكرا الحاجه وصلت، او يعني ايه انتوا عندكم مشكله، الحاجه وصلت بس خلوا بالكم. انا بقى كنت في التيم اللي هو الشكاوي ده، فهو اصلا دايما 100% غضبان يعني، مفيش حتى الجزء البسيط. هو الجزء البسيط ده في الكاستمر سيرفيس تحديدا يعتبر الاثنين واحد، وحاليا الشركه دمجت القسمين على بعض وبقى حاجه واحده يعني بنظام جديد. فهو كان دايما غضبان يعني. هو انا اللي قاعد، وده اللي كنت دايما بساعد الناس نفسيا عليه، ان هو دايما يجي زعلان. فانت ما تستغربش من اسلوبه، هو بقى اكيد مش هيكلمكش نشكرك، احنا مش جهه شكر. واي نعم كان معانا الاقتراحات المقدمه برضو للقسم، ولكن برضو دي بتبقى قليله جدا يعني. فاللي جاي دايما اعتبر 100% ان هو غضبان. انت بقى بتستلمه ازاي بقى؟ هو انت يعني انا مبدئيا بشوف دي عموما حتى في الحياه، انت لازم تسمع الشخص يعني. انا افتكر مكالمه، ودي اكتر مكالمه شخص يتكلم، هو دايما الشخص بيتكلم دقيقه 2 3 بيبقى محتاج ترد عليه. في شخص عادي يتكلم 9 دقايق متواصل بدون ما ينقطع يعني، ده يكون حافظ عامل سكريبت المكالمه. فسمعته 9 دقايق فعلا، وبعد ما سمعته هو في اخر المكالمه كانت الدقيقه حاجه 20، فهو انت بقى رديت في بقيه رديتنا طبعا، وحلت مشكلته باقي في نص تشغيلي لا داعي لذكره. في الاخر قال لي شكرا انك سمعتني الفتره الطويله دي، وقال لي انا اصلا هديت من بعد ما انا خلصت 9 دقايق. هو كان محتاج يفرج الشحنه اللي عنده اكتر ما هو كان محتاج تحل له مشكلته. اي نعم المشكله اتحلت في النص، وطبعا العملاء بتحتاج حل مش هندله بس. طبعا. يعني هندله 100% حاجه سيئه جدا بالمناسبه، عشان لو حلقه مبنيه على الهندله والعلاقات، الهندله 100% سيئه، لازم بتهندل وتحل. والشاطر اللي بيهندل ويحل في نفس الوقت. دايما اقول ان التعبير عن الحب، وده برضو التعبير عن مساعده العميل بنفس الفكره، ان انا شخص بيفعل بس، شخص بيحب بس، شخص بيحب يفعل. الشاطر اللي بيفعل وبيتكلم كويس. فبرضو في الهندله كده انا برضو ان اقدر اهندل العميل باسلوب جميل واخليه راضي عني، وفي نفس الوقت انا هحل له مشكلته اللي معصباه اصلا. هو مش متعصب مني كاسلوب، هو مش فارق معايا الشخص اللي بيكلمه. الحاجه الثانيه ان يفضل ما تاخدش الكلام اللي بيقوله هو شتم الشركه، فهيعتذر في نهايه المكالمه لو انت قدرت تكسبه. فيفضل ما تبقاش في صدمه معاه، الا اذا يعني شتمك بشكل شخصي، دي قصه ثانيه. وللامانه الشركه كانت بتحفظها، في عملاء كتير مشيت من الشركه اللي غلطها الشخص في الناس يعني. طبعا ممكن في ناس في البيزنس تسمع يقول ده متزعج، بس انا ده رايي، ومش مش مش شايف غير كده يعني. بس طيب فبنعمل ايه؟ ده بنعمل كده استحتوى العميل مبدئيا في انه يطلع الغضب، لو قطعته هيتضايق اكتر. طيب فانت دلوقتي قسم الكاستمر سيرفيس او الشكاوي، انت يعتبر مارسته بايدك يعني، عملته يعني في اي حاجه هتقولها. تاسيسه كان معايا. لا، وفي اي حاجه هتقولها بعد كده للناس اللي شغاله معاك انت مريت بيها وعديت عليه، فانت ما بتقولوش حاجه من وحي الخيال، او ما بتطلبش منه حاجه صعبه. دي عندي فوبيا بيها جدا. ما بحبش اكون في حاجه يعني. لا، عندي مشكله، وممكن تكون ميزه عند بعض الناس، ان انا ممكن اكون فاهم في الحياه في 3 4 حاجات، بس فاهم فيهم جدا يعني. ممكن اكون فاهم الشحن في الكوره، مش عارف في الدراسه، ايا كان متخصص يعني، او متخصص. في ناس بتكون شاطره بنسب، ممكن يكون شاطر. فانا اعرف ناس بتفهم في كل حاجه، اصحابي بيفهم في كل حاجه عارفين، بس مش شاطر في ولا حاجه. هو بيفهم نسب 20 30%، 20 هو بيقدر، هو ما بيبقاش معاه دلوقتي. فده الشاهد نرجع فيه، ان انا كنت دايما بحاول اخلي بالي ان اكون شاطر في الحته دي بممارستي، وان احاول اتعلم في مكاني عشان ما اكونش مسؤول عن حد هو اشطر مني. طبعا في ناس اشطر، بس ما اكونش قادر ارد على اسئلته بشكل كافي يرضيه، لان مش كل لازم بحترم ذكاء الاشخاص اللي بتحاور معاهم او بكلمهم يعني. هو ده كان سؤالي وانت اعترضت عليه. انت دلوقتي انت قلت لي انت اتنططت في اقسام كتير في الشركه، فانت كنت بتتعامل ازاي؟ يعني مثلا انت رحت ولقيت موظف هو اقدم منك في القسم، وانت رايح قسم لسه بتتعرف عليه، فانت ما مرتش بيها بقى عشان دكتور عاطف ده انت كنت ما مرتش بقى بحد اقدم دي، عشان دايما كنت
هما بيجوا علينا لان احنا كنا بدأنا، فما مرتش بصراحة بحد جه اقدم فاهم يعني. تمام. طيب انت دلوقتي تحت ايدك 10، كل واحد بشخصيه. انا عندي السؤال الاجمد او السؤال الاهم في مجال الاداره، اللي هو بيجي يقول لك المدير والقائد والقصص دي، انت ازاي بتخلق التوازن بين ان الشخص يحبك وفي نفس الوقت يحترمك؟ يعني بلاش نقول نخاف، بيحترمك، بيحبك ويحترمك، اللي هو انت قلت كذا فانا هعمل كذا. لان احنا في ناس ايه، معلش هشرح المعادله تاني. لا. يعني في ناس انا حبيتك فبناء عليه هاجي عليك وخلاص بقى ونتدلع ونلعب ونهيص. خفت منك، هعمل كنت بتقول عليه بالظبط، بس انا بكرهك وبدع عليك في ظهرك. فانت نجحت في المعادله دي يعني؟ نجحت؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، لو نجحت فانت عملت ده ازاي؟ بص، انا بشوف ان كلمة خوف الناس اللي هي بتنزعج منها دي انا بشوفها صحية يعني. انا خايف ازعلك مش خايف منك يعني. ماشي. فهو انا ازاي خليك تحبه؟ انا من مدرسه عاطفيه، مش مدرسه ومش وعاطفي غير عملي، مش شرط يبقوا اتنين متناقضين خالص. انا عملي في تنظيمي، في التزامي بالوقت، في تنفيذ شغلي، ملوش علاقه ان انا شخص بحترم اللي قدامي يعني. لان برضو دي مشكلتي مع الناس في البيزنس، ان هي رابطه ان لازم ابقى عملي وابقى صح. هو واحد زي واحد يساوي اتنين، وبيزنس از واجي بيزنس. الصبح مكشر في وش التيم اللي معايا، والله ما ده ما بينجح خالص. لان حاليا انا داخل تيم جديد، فانا مش انا مدير القسم، فانا واحد بشوف المدير حاليا لو دخل عليا متعصب انا ببقى منزعج منه. ف... فسبحان الله انا مريت بده. يمكن قبل يعني انا عملت العكس. دايما الناس بتكون العكس، ان هو يكون كان موظف وبدا يبقى مدير. ممكن تكون الموضوع اتقلب معايا لان انا حبيت اغير التيم، حبيت اغير المجال. ولكن نرجع بقى لموضوعنا. فهو انا بشوف ان انا دايما ممكن اصاحب الشخص اللي معايا بشكل معين، برسمه حدود معينه كده. انا حتى اعملها مع اصحابي، ممكن ناس اصحابي عارفينها ومش ببقى قصدي اعمل كده، بس اللي انا بقابله بيه هو بيقابلني بيه، بقابله باحترام وهو بيقابلني باحترام يعني. حتى ليا قاعده كده مع اصحابي ان انا مثلا ما اشتمش باب وام، فهو ما بيشتمنيش باب وام مش عشان هو خايف مني، انا ما عودتوش ان انا فمع ذلك كده. فنرجع لحته الخوف، ان فانا بخاف ازعله، فهو بيخاف يزعلني فيأثر على الشغل. فبشوف ان انا لو قربت من الشخص، وده بالفعل يعني الحمد لله ربنا زاني التيم اللي بحكي عليه ده افضل تيم. طبعا في ناس كلها محترمه اشتغلت معاه، واكيد بيبقى بعضهم في ناس عندها مشاكل، لكن التيم ده كان ربنا زاني مجموعه كده كلهم ناس سويه جدا. وحاليا هم ماسكين اعمده الشركه يعني في 8 اقسام. يعني ليا واحد في كل قسم حبيبي قوي، بخلاف ان الناس كلها طبعا حبايبي. ولكن هم انا كنت صاحبهم جدا، بنخرج مع بعض وننزل مع بعض ولما بنخش طبعا يعني ما فيش بينا القاب. في عز ما الشركه كانت حاطه رول الالقاب دي، منعته حاليا. هي في البدايه بيحط رول، ده السبب برضه احب اقوله، لان عشان بنحترم بعض فالناس تبدا تحترمنا الخارجيه، الناس اللي بتهتم بالمظهر. ولكن حاليا اتمنع خلاص، بقينا نقول لاي حد باسمه. فانا كنت عامل ده معاهم، بيقولوا لي امام عادي، وانا بقول لهم يعني يا فلان. وكنت عامل بشكل عادي. ممكن لو لقينا حد غريب انا بقول له يا استاذ، وبقول له يا استاذ، منع لكده، واحنا نبقى فاهمين ان احنا نحترم بعض. فاحنا الشاهد عشان ما اطولش، هو كده هيحبك. هو حاسس ان هو بيحس ان هو مرتاح. هو عايز يغير ان هو يكون مرتاح وهو بيتعامل معايا، مش اول ما اخش يتضايق. انا كنت لما بغيب بيقعدوا يسالوا عليا جدا، عايزين ناجي عشان عايزين نقعد نعمل شغلنا مش بنقصر فيه. والحمد لله كنا تيم قوي جدا، بدليل ان الناس دي واي حد بيشكك في القصه دي السوق فهم عدوا. انتوا واخدينهم في اماكن مهمه جدا، اكيد ما كانوش ناس وحشه. طالما انتوا واخدينهم في اماكن مهمه دي اكيد كانوا هم مع بعض كانوا تيم قوي جدا. انتوا لو كنتوا سبتوهم كده كان ممكن يبقوا اقوى تيم في الشركه. ولكن طبعا احنا بنتعلم مع بعض. هم في ناس مميزه كتير، بس انا بتكلم عن دول تحديدا ليه؟ لان دول اكتر ناس انا استخدمت معاهم الاسلوب ده ونجح يعني. هم كانوا بيستنوني اجي، ما كانوش بينفروا اول ما ادخل، ولا ده ايه ده جه انا فاهم زائج ده. فدي طبعا انا بتضايقني. حتى حاليا انا شغال مع حد فانا بنزعج منه مش عايز، بخلاف ما شغال مع حد دلوقتي انا مبسوط انك وهو بيتعامل معايا بكل بساطه واريحيه. فانا تعالى براحتك، اكيد هتيجي مش تمسك العصايه يعني. بس طب فنلخصها في ايه؟ ان هو يكون مرتاح. لو هو مرتاح وحاسس باريحيه ويتعامل معاك، فهو صدقني هيديك مجهود اكبر من اللي وانت مش شادد عليه، لان هو مرتاح بيعمل شغله مرتاح. طول ما انا حاسس في حد فوق دماغي انا بغلط يعني. طب انت دلوقتي لقيت ان في حد مثلا في الاول بدأ يفهمك غلط، يعني انت راجل عاطفي وحبوب ولزوز والكلام ده، فبدأ بقى ايه يعني، خلينا نقول ايه، يتدلع ده على طول. لا، وممكن يفهموني العكس، ان انا شخص ممكن انا اكون في ناس بتقولها لي ان انا يعني
معرفش انت بتضحك وتهزر كده غير لما اقعد معاك، يعني في ايه؟ بخلاف صحابي يقولوا لي انت بتضحكنا من اقل حاجه. فهو برضو لازم سوء تفاهم بيحصل، فانا لازم في البدايه ابقى معاه اكتر امم بشكل زياده عن باقي القسم، عادي اعرفه نفسي اكتر، اساعده، احاول اعمل معاه اي موقف على حسب ما الفرصه بتيجي، ودي برضو على حسب الموقف بيبين له ان انا مش الشخص اللي انت واخد عنه ده. لو بقى جينا العكس ان هو شخص بيتدلع، فهو يعني عمل شايف ان انت تصرف، بقى ده انت بتهزر فده انت الدنيا شخص لذيذه يا عم يلا نكمل بكره مش عارف. بحرجه بصراحه. بس هي بتبقى اخر واول مره، وممكن اعتذر له بعدها اه بشكل معين كده، مش شرط بس بحاجه. هو انت بتاخد اكشن ما اللي هو 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 ما مش هينفع انا نكمل كده. بالنسبه لي الانطباع الاول يدوم، امم فهو ده عموما بقى صحاب، معارف، كل حاجه. امم لو انا انطباعي الاول، لو انا مثلا انت عملت معايا حاجه وانا سكت، فانت دايما هتعملها عشان عارف ان انا اسكت، ولو امم عملت معايا حاجه عشان انا عملت رد فعل مش هتعمل تاني، فهو امم انا بالنسبه لي مش هتعملش كده تاني، لان فعلا انا برضه هحترمك. مش معنى كده ان انا مثلا بروح بعمل عكسها وبخلي بالي كويس انا بعمل ايه عشان اللي قدامي يعملني بيه بس. في نقطة برضو في معضلة إن دايما الشخص اللي أنت مدير فطبيعي بتدي تاسكات، يعني خلينا الموضوع بيحمل أمر الأوامر يعني أو بيحمل مسمى الأوامر. مظبوط. احنا كلنا عباد الله سبحانه وتعالى، بس احنا في رئيس ومرؤوس اه تمام. فانت بتسلم ازاي او بتحاول ازاي تتجنب فكره اللي هو انت كده كده مفيش حد هيجمع عليك، يعني كده كده الناس مش هتجمع عليك، بس دايما في ظهر كل مدير لازم الناس تقعد تتكلم. انت اكيد. بتتعامل مع الموضوع ازاي، بتشوفه ازاي بشكل عام؟ بص، هو ده راجع لشخص هو سوي او مش سوي، بس خلينا مم. نقول نرد على النقطه، يعني انا بعمل ايه في موضوع الاوامر. هي في بعض الكلمات البسيطه بتحطها مع الجمله، استاذنك ممكن تعمل كذا كذا، ممكن تروح لشخص تقول له روح اعمل كذا كذا كذا، هي نفس الناتج ان انت عايز توصل له، بس الاسلوب بيفرق. مم. فانا بالنسبه لي حياتي دايما اسلوب، يعني كان لسه حد يعني امبارح بيقول لي انت بتزعل، بتزعل من الاسلوب جدا بشكل مفرط. بس الاسلوب ده عندي يعني مش نص الكلام ده نص طول، انا عندي الاسلوب ده 75%، بعد كده قول اللي انت عايز تقوله. فهو انا برضو بعمل كده معاه، استاذنك بعد اذنك ممكن تعمل كذا كذا، فهو لو عمل كذا كذا وحاسس ان هو مش مأمور هو يعملها علشان ده شغله هيعمله، لان اول والاخر انا وهو يعني عايزين نروح للاداره بالهدف ده. ف... ف... يعني مش بيعمل حاجه شخصيه. الناس ما بتوصلش كده، المدير بيبقى فاكر ان هي حاجته، يعني ممكن تلاقي ان سي او شركه جاي بسيط مع الناس وبيتعامل وي تلاقي المدير نفسه مثلا اتعصب، يعني هو واخد اصلا الموضوع. يعني صاحب الشأن نفسه مش واخد الموضوع زيك، فاهم. وطبعا دي بتختلف من شخص سوي او مش سوي، لانه مش حابب اقول كده، بس في ناس بتبقى عندها عقد ومشاكل بتطلعها لما بتمسك حاجه يعني. فربنا يعافينا منهم، يعني مش موجودين في حياتنا دلوقتي. فبحاول ما اكونش الشخص ده. مم. فهو الطلب بس، وكلمه استاذنك دي سحريه يعني. بجد. تعمل تخلي اي حد تستاذنك، فهو بيشوف ان انت بتحترمه، يعني هيعمل لك انت عايزه، ممكن يجي لك بريزلت اكبر من اللي انت اصلا محتاجه. متخيل. يعني فهو المفتاح احنا كده اتكلمنا في كام نقطة، الكلمات اللي بستخدمها وانا بطلب، بالظبط. وان الشخص اللي بشغال معاه مرتاح. مظبوط. مرتاح. طب انت اللي هو يعني ايه اغرب حاجه مثلا قابلتها كموظف او كحد واحتاج منك مجهود هندله، يعني او مجهود اللي هو انت بتهيكله بقى على دماغك او. دايما لما بتعامل مع حد، يعني أنا في المجمل بيكونوا اكبر مني، سن امم صغير، في المعظم اكبر مني. الاكتر حد كان بيزعجني الشخص اللي هو شايف ان انا اكبر، فانت ما ينفعش تبقى مديري، فاهم. الناس دي مزعجه جدا، وعادي يعني انا مديري الحالي اصغر مني شخصيا، امم شخص شاطر، وانا لسه قايل له من قريب انا بتعلم منك عادي، مش عيب، فاهم. فهي مش بالسن، بس هي في ناس عندها مشاكل السن، حتى ليها علاقه بالاحترام، يقول لك بس انت لازم تحترم ده عشان راجل كبير، طب ليه ما احترموش هو محترم. امم فهو اكتر حد كان بيزعجني بدون ذكر موقف هو الناس اللي كانت بتبقى مقتنعه ان انت صغير، فما ينفعش ان انت تكون مدير، فهو بيتعامل دايما ان انت صغير. هو انا كده كده بتهندله ازاي؟ لا انا كده كده ان شاء الله اي هكسبه، حاجه. يعني انا حتى بيضحكوا عليا في الشركه، مثلا لو حد اختلس الشركه مشي، ما مشيش من باب الكبير زي ما بيقولوا، برضه على تواصل بيهم، لان دي علاقه شخصيه مش علاقه بعوامل امم الشركه، ممكن يكون عامل كده تصرف غلط يعني. فانا كده كده يعني ده توفيق برضه مش شطاره مني، وهو اني ببقى قادر افصل وليه علاقتي الشخصيه بيه. فالشخص برضه المزعج ده بكسبه، بس باخد مجهود كبير قوي عشان افهمه ان انا مش برايس عليك، وان انا وانت هدفنا ان احنا نطلع بالقسم بشكل مناسب، انا المسؤول بس، فساعدني ان انا يكون شكلي وحش. طيب انا
يا بخت الغير مرؤوس يعني، انا حاليا مرتاح اكتر فاهم. انت مش في وش الاداره خالص لا عادي، بتعمل المطلوب منك انت بس. بكل عدم ضغط وما بكونش منزعج تماما يعني، بالعكس انا بكون مرتاح لان انا عندي مشاغل كتير، عندي مشروع تاني، عندي بيتي حاليا، عندي كذا حاجه، فيا بخت غير مسؤول عن حاجه يعني. طيب انا بمناسبه ان انت جبت بيتك ومشروعك الحالي، انا هاجي لمشروعك وهاجي الحياه الشخصيه، بس انا حابب ايه انط الحاجه، فانت ممكن تشرب يعني، نعتبر ان الشرب ده عشان تهدى وناخد فاصل معين. الفاصل ده انا هقعد ارغي فيه وانا حابب اروح للكوره. تمام، انا عارف ان محمد انت اولا اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي طبعا. طيب وفي اوروبا ولا ما كنت بحب ريال مدريد جدا، بس اكتشفت ان انا كنت بحب عشان كريستيانو رونالدو لكن ولما مشي ما عندي بقى كده فرق كده في كل دوله يعني، بروسيا دورتموند. طبعا انت راجل حريف كده، فبرشلونه ايه الكلام؟ برشلونه أنا اكتشفت بقى ان انا برشلوني اصلا بالجوايا، بس انا كنت بحب كريستيانو، بتحب اللون الابيض. بحب اللون الابيض بالريال يعني، بس هي فرقه ما بحبهاش عشان طب لو هناخد تعقيبك الاخير على وضع الزمالك، فانت تقول لنا يعني. لا يعني احنا دلوقتي خلينا نقرخ، احنا النهارده 23/7 23/7 2023، فانت ايه الدنيا يعني؟ لا هو الحال سيء يعني، بس هو يمكن ترند الفتره دي امام عاشور، فهو الناس مش مركزه مع اللي بيحصل في الاداره اللي بقاله مده بيحصل، وبنرجع لفتره 2005 تاني. ولكن هو الحال سيء جدا، مفيش فلوس، مفيش حد هيقعد يعني، فتوح نفسه يقعد. زيزو امبارح مثلا قال تصريح ان لو مفيش لعيبه جت فانا همشي. هو الحال سيء يعني، ما خلينا ما نتكلمش عن الزمالك. طيب خلينا نتكلم على الكوره بشكل عام، او يعني من ده نروح لتجربتك انت الشخصيه مع الكوره. يعني انت ابتديت تلعب كوره امتى يعني، او شفت فين؟ طبعا احنا كلنا بنحب ننزل نلعب في الشارع، وكلنا شايفين نفسنا لعيبه كوره جامده قوي، بس هو انت امتى بقى اللي هو ايه، لا ده انا حريف وهكمل؟ لا ده ابويا هو يعني صغري كده افتكر يعني ان هو كان بيعلمني الكوره، هو اللي علمني الكوره فعلا، كاساسيات مبدئيه، ازاي تباصي الكوره، ازاي تشوط. وهو اصلا بيحب الكوره جدا، كنت محظوظ ان هو وقف في موضوع الكوره، ان هو كان بيدعمني، ما كانش لاني بسمع قصص ان بيبقى في مشاكل مع الاب في الكوره وشايفه، لا كان بيدعمني جدا، وما كنتش مش من النوع اللي مثلا يشوف ان انا كده بأثر على الدراسه، وفاهم ان الاتنين ماشيين بالتوازي. فهو اللي كان بيدعمني يعني، ان انا كنت كان بيروح معايا دايما الاختبارات. طيب احنا عدينا بمراحل، يعني عدينا بمراحل. انت احكي لي يعني، مثلا احكي لي بقى إيه الرحله بقى، رحله الكوره. انت قلت لي انت لعبت في نوادي مش عارف ايه، انت يعني لو تدينا مثلا ايه يعني ملخص، او بلاش ملخص، احكي لنا انت كل تجربه كنت شايفها ازاي واثرت على شخصيتك ازاي. تمام، بص انا من منطقه امبابه، فطبعا بتلعب في اقرب نادي ليك، وهو فلعبت في نادي امبابه، ونادي امبابه من النوادي المميزه يعني. كنت قد ايه ساعتها؟ كنت صغير 5 6 سنين يعني. اه تمام. ف... فدي اول نادي لعبت فيه، فكنت في الاكاديميه عادي، الكابتن من تاني تمرين خدني النادي، اتأيدت في النادي، لعبت مع الفريق بتاعي مده يعني. ودي كانت فتره التعلم يعني، تعلم اكتر، ان انا ابقى عندي حساسيه الملعب، وان انا ابقى موجود مع عمل جماعي. الحاجات دي بتبقى واحنا صغيرين بتبقى صعبه جدا، انت بتبقاش فاهم غير انك عايز تلعب وخلاص. هو في حاجه دلوقتي، انت بتقول 5 6 سنين رحت نادي، اتخذت من تاني تمرين، ده فانت قصه. موهبتك بارزه يعني انت. بيقول لا. لا اصل ده يعني انت بتيجي تحكي للناس، يعني الناس كلها بتيجي تحكي معاناتها تقول لك ده انا قعدت اروح واعمل ومحدش، والمدرب يقعدني. كان توفيق يعني، انا افتكر الماتش ده لانه معلم معايا في حاجات كده ما انساهاش حتى وانت صغير. ووالدتي برضو فاكره الموقف ده، لان هي كانت معايا في اليوم ده، كان ابويا عنده مشكله. فانا في اليوم ده كنا بنلعب فريق عادي، فانا كسبنا 10-0، فانا جبت 5 جوان. كان يوم غريب طبعا، اصلا حاليا مش هداف يعني، بس هو كان يوم غريب، فكان في توفيق ان انا اكون في النادي. هو الدنيا تحس انها متيسره او مترتبه ان انا اكون في النادي في الوقت ده. وبعد امبابه؟ بعد امبابه بقى كان نادي بشتيل، رحت شويه. فرحت سنه، وبعد كده بحكم برضه ان المنطقه والسن الصغير بيبقى فيه خوف كده. بعد كده هو بدا بقى يوديني اختبارات. رحت الزمالك، رحت الترسانه، في الترسانه نجحت في الترسانه. ما تحكي لنا شكل الاختبارات بيكون ماشي ازاي، او ايه تجربتك يعني؟ الاختبارات دي بتكون عباره عن 3 اختبارات. 3 اختبارات، وبيكون كل اختبار تقسيمه، بس بتتصاعد. اول تقسيمه بتكون خماسي، تاني تقسيمه بتكون تماني، تالت تقسيمه بتكون 11 لو انت سنك يسمح تلعب 11. ولكن انا في وقت اختباراتي كنا بنلعب خماسي.
او خماسي سداسي تماني ده عدد اللعيبه في الملعب. فكانت عباره عن اختبارات، فكنت دايما الاختبار الاول الثاني الثالث بفشل. تعدي اول والتاني آه. والتالت تقع. لما كنت بقى في النوادي بقى فهمت لعبه الاختبارات دي. هو اصلا القائمه بتكون فيها عدد لعيب، فهو بيحتاج مثلا لاعبين عشان في لعيب مثلا في عنده مركزين معينين. مركزين مثلا باك شمال مثلا ومدافع. فانت بتروح مثلا انت ستايل لعبك مهاجم، فانت لو كنت رونالدو مش هياخدك حرفيا، هو مش محتاجك، هو محتاج باك شمال، فهو دايما عينه على الباك شمال. على الشول بقى. فدي الحاجات المغلوطه في الاكاديمي في الاختبارات. وللاسف فيها مشكله ان في منها جزء بيبقى تربح، يعني عايزين يتربحوا فهات الاعداد الكبيره وكده كده مش فاهمين حاجه. ولكن هم لو اعلنوا على الاختبارات ان انا محتاج لاعب في المركز ده هيروح له اللاعب. هيروح له اللاعب بس هيروح لعدد قليل فمش هيروح لعدد هيكسب. قليل فمش هيكسب كتير، بس هيروح له يعني هيروح له اللي واثق انه بيلعب في المركز ده. وخلي في لعيبه كتير واحنا صغيرين بتقعد تقول انا جوكر بلعب في اي حته، فهتلاقي برضه عدد بتروح لك، بس على الاقل تبقى انت اتعاملت بما يرضي الله انك محتاج اللعيب ده. ما تكونش انت بتهلك نفسك وافتكر ان كانت في ناس مستوياتها معانا، مش هقول لك انا كنت افضل حد، في ناس مستوياتها معانا بتبقى جميله جدا وبشوفهم انا هو بنروح زعلانين. طب ليه؟ فاهم؟ طب ما عشان انت مش فاهمنا الاول، طب ما كنتني ليه؟ يعني انا كنت اتعشمت من ممكن يكون لو كل نادي حط احتياجاته فانا هبدا اتوجه للنادي اللي محتاجني، مش هروح على الاسم، مش هروح على الزمالك الاهلي الترسانه، هروح اي نادي محتاج المركز بتاعي. فده لمسته امتى؟ لما بقيت في النادي. فاحنا بنبقى عندنا فضول نروح نشوف الناس اللي بتختبر، وانا بقى الشخص اللي بيلعب في النادي وكده سن صغير، فكنا بنبقى عارفين ايه اللي ناقصنا كلعيبه، نبقى عارفين بقى شايفين لعيب كويس جدا وعارفين ان ده اللي هيتقبل، يبقى قاعدين عارفين ده فعلا، احنا وهو خلص بنبقى عارفين ده اللي هيتقبل الاختبار الثالث ده. بس فهي دي يعني رحلتي مع الكوره، كانت اختبارات، لعبت في اكتر من نادي. وجينا عند رحت اخر حاجه نهيت فيها كناشئين النيل، وكان ماسكنا كابتن محمد ماهر، وده والده كابتن ماهر كان لاعب نادي الاهلي وهو ماسك اصلا في نادي وادي دجله. كنت مرشح ان اروح نادي وادي دجله، وساعتها كنت انا مواليد 98، فساعتها منتخب 98 اتلغى في قصه مشهوره جدا. فساعتها طبعا لما منتخب الفئه بيتلغي، هو المنتخب بيتلغي كل سنه، بس ساعتها اتلغى بدري قوي، ساعتها اتلغى بدري جدا عن ميعادنا بتاع 4 سنين. لما بيتلغي الفرق نفسها بتتلغي، يعني الفرقه 98 في كل النوادي بتتلغي، الا بتتصاعد مع 97 الا بتمشي. فعندنا كانش في 97 اصلا في النادي، كان عندنا فريق اول على طول، كنت لسه صغير عن ان انا اتصعد فريق اول. قعدت سنه وبعد كده رحت صغير لعبت في نادي سراء القبه، عملت اختبار كابتن عجبني اتأيدت فريق اول، لعبت معاهم سنه، كانتش افضل سنه. كنت بصل صغير برضو وكانش في خبرات خالص ان العب فريق اول. خلصت من هنا، دخلت بعدها في فريق صالات. طب قبل الصلاة أنا في مرحلة فاكرها، يعني معلش أنا هرجع تاني إن أنا ممكن أكون ناسي حاجة. يعني محتاج تحكي لي الإسماعيلي، أنت كنت خلاص رحت والناس مبسوطين بيك جدا وعاوزينك، وأنا فاكر ساعتها الإسماعيلي ده في بداية فترة الصالات فعلا. رحت عملت كان بعدها رحت لقيت اختبارات نازلة، فكان معايا محمد يوسف ده معايا في أي حاجة يلا يا محمد نروح نختبر، قال لي يلا. رحت اختبرنا فعلا ونجحت في اختبارات وكنت معاهم، وكان تمرين سبت واثنين واربع، ولكن ما حصلش نصيب ان انا اكمل علشان في مدرب، يعني كان مدرب تاني غير اللي اختارني من المدربين، فاكتفى بعدد معين وقال للايه للباقي لا. بعد كده تواصلنا معاه ان احنا ان انا هكمل وكده وتمام، وقال لك خلاص تعالى. انا كان عندي سوء تفاهم وكده، بقى عندي مشكله. كان ساعتها محمد يوسف اللي حل القصه مع الكابتن، عشان هو كان غالبا عنده سوء تفاهم في الاختيارات حاجه زي كده. كنت اروح تاني بس كان عندي ازمه ان هو كان سبت واثنين واربع ولازم اسافر. كنت الفتره دي بقى بدات اشتغل في تربو، او كنت شغال بقى لي سنه، فكان صعب بقى، ما كانش معايا غير حلين، الا اتجه للكوره يبقى ده مجالي والله اعلم يحصل ايه، الا اكمل في تربو وبرضه الله اعلم يحصل ايه، بس يبقى عندي شغل ثابت بروح يومين. فكان سبت اثنين واربع الساعه 3 العصر، فهو لازم اروح الساعه 1 و12 وهرجع الساعه 6، ما كانش فيه ولا شغل الصبح ولا ليل. فللاسف اخترت ان انا اشتغل في الشركه. يعني انا كان اخر معلومه عندي ان انت كان عندك تمرين يوم الجمعه، حتى احنا ساعتها كنا في مصر. ممكن يكون دي فتره الاختبار كانت الجمعه يعني، بس هو كان التمرين الرسمي سبت واثنين واربع. لا انا ساعتها، انت ساعتها رحت وكنت مصاب وكان عندك مشكله في كنت ظهرك، مصاب فعلا نزلت التمرينه دي وبعدين قال لك لا.
اعتذرت في نص التمرين تعبان، فهو فهمها غلط حاجه يعني. فيوسف بعد كده تواصل معاه. تواصل معاه وفهمه ان هو كنوع من العقاب، بس فهمه ان ده مش صح، ده هو كان تعبان المره دي، فمش عشان تعبان مره واحده انت هتعاقبه انك انت مش هتستفاد بيه خالص، وتعاقبه هو ان هو ما يستفادش خالص. فساعتها تفهم الموضوع وقال لي ان انا اجي عادي، بس انا اللي ما رحتش، مش عشان حاجه، مش عشان اي حاجه، بس انا كنت في سبيل ده هخسر شغل في الشركه، ومبسوط ان انا وصلت للمكانه دي في الشركه والتحقيق والنجاح اللي حققته في الشركه، علشان ما يبقاش بندم ان انا ولا كنت انك هتلعب فريق ايه اول؟ لا تلعب ناشئين؟ كنت هلعب في فريق فوقيه، يعني فريق الفوقيه 97 كنت تلعب في 97 او في الاسماعيلي 96. وانت. هو كان منزلين اختبارات على كده ان هو من 96 فيما فوق. طب انت وقتها كان في يعني كان متاح ليك ان ما كانش انت حد في سني يعني. يعني متاح ليك هيوفروا لك سكن، هيوفروا لك اي حاجه، لا ولا لا خالص، هتروح صد رد؟ هتروح صد رد دايما. كان المرتب ده سمعته من الناس اللي هي كانت بتيجي على اختبارات كفدول، كان مش اعلى حاجه وقتها، كان هو يا دوب يغطي مصاريف ايه، ما كانش الموضوع معايا فلوس، كان الموضوع معايا ان انا معايا طريقين فاختار ايه. فانا كنت كده لازم اسيب تربو خالص، وهنا لازم اروح الثلاث ايام. انا بحاول افصل بين ان احنا اصحاب ماشي تمام. دلوقتي خلينا نخش على اللي بعده. اكيد ده خير، وانا يعني انا مش زعلان يعني خالص. انا اول ما اسمع الكلام ده بجد، انا اول مره ما اسمع الكلام هو ده. ف فخلينا نكمل. انت جالك عقد احتراف صح؟ في رومانيا. في رومانيا. انا ساعتها كنا قعدت نادي دخلت سرشت اشوف الناس دي بيتكلموا ايه عشان انت تكون، لا مش رومانيا، اوكرانيا معلش، اوكرانيا عشان هي محتله حاليا. اوكرانيا. ساعتها انت كان في كابتن كان بيدرب كان فين؟ شختر اوكرانيا، كان في كابتن بيدربني هنا وهو شختار. يعني انت الكابتن كان عايزك في شختار وانت شختار ايوه. اللي بيلعب في دوري الابطال. لا التاني ده شختر مش دونيسك. ده جوه تشابه مقاطعه او اسماء. حاجه يعني. ف احكي لي تقريبا كان في حاجه، كان في هو مدرب كان هنا ساعتها في رمضان، ففي كابتن كلمني، اتفاجئت من رقم دولي فرديت عليه، لقيته كابتن اعرفه كان بيتمرن هنا، لا داعي لذكر اسمه عشان انا مش عايز كده، مش عارف ليه. ف فساعتها هو كان حابب يساعدني بشكل شخصي، وكان محتاج برضه ناس، فقال لي ان انت هيتوفر لك سكن، انت ما عليك انك انت تروح اول مره بتكلفه عليك، وبعد كده كل حاجه تبقى عليهم لما تمضي معاهم يعني. تمام مفيش مشكله، اتحمست كنت صغير. فكلمت ابويا، ابويا عنده نظريه كده جميله بحبها يعني، هو ما بيجبرنيش على اي حاجه خالص، هو بيديك الاريحيه اللي بتخليك ما تعملش غلط. يعني ما عندوش نظريه الممنوع مرغوب، فهو انت بتبقى شايف الحاجه ممنوع عنك فانت بتروح، لا هو الدنيا معاك كلها دايما متاحه، فهو دايما لو انا ممكن البيت في بره البيت 4 ايام مش هيتصل يقول لي انت فين، انا برجع البيت الساعه 10 كل يوم بقى، ما انا معايا مساحه ان انا ما اكونش موجود. فنفس القصه بقى، ردت عليه انا محتاج اسافر، قال لي يلا ونطلع التاشيرات، عنده حركه كده كلمتين حماسيين يعني كده بيضحكوا، يلا تمام ايه تمام. بعدين بنتكلم، جت سيره الكلام في النص، حسيت ان انا مش متحمس، طب ليه مش عارف ايه، قال لي ان هناك بتكون في مقاطعات والمقاطعات دي بيتنقلوا منها على دول تانية، فمش افضل حاجه، ولكن انا مش بقول لك كده عشان ما نروحش، تعالى نروح ونجرب وكده. تروح بجد؟ قال لي نروح، ما نروحش ليه وتجربه لذيذه، وتعالى نجرب يعني ممكن تكون خير ليك. تاني يوم صحيت قلت له مش عايز اروح، هو هسمع كلامك كده، ما اعرفش ليه برضه لا اراديا، وسبحان الله علينا هم في حرب يعني، واللي هناك الناس اللي هناك في اللي رجع بصعوبه وفي اللي ما عرفش يرجع. طبعا انت هتحتاج تفصل اكتر عن عن الشغل. انا فاكر بعدها انت حكيت لي اصلا بعدها بفتره، وانا كنت عمال اقول لك وقعدت اقول لك بيتكلموا ايه وهتتعلم لغه ايه ومش عارف بالظبط. ايه، كنا وكلموا بنبحث بقى تاني نحل ازاي. انت طبعا كالعاده هندلتني وانا مش عارف ايه ونسيت الموضوع. هو يعني انا بقفل من حاجه مش بعرف ارجع لها تاني. طيب احنا دلوقتي خلينا يعني احنا يعتبر الكوره، فانت دلوقتي ما مش عارف تبطل كوره، فعملت ايه في الصالات؟ بالمناسبه انت لعبت 11 او لعبت يعني 11 ولعبت صالات، مظبوط. ايه الفرق؟ لا يعني هو انت دي لعبتين قليل. مختلفين، انسى شكل كرة القدم، هم لعبتين مختلفين تمام، قواعد وطريقة لعب وكل حاجة. ممكن نقول بقى ايه الأحلى، كرة الصالات أمتع، كرة ال11 لعبة جماعية بشكل أكبر عشان عدد أكبر، فأنت نصيبك من الجمالية بيبقى أضعف، لأن الموضوع معتمد على القوة والسرعة أكتر في اللعبة دي، عكس الصالات برضو معتمد على القوة والسرعة وفيها عنف بشكل كبير، ولكن هي لعبة فيها جمالية طبعا كبيرة يعني. ف...
فلعبت الاثنين بس. فايه انا فاهم ان هم لعبتين مختلفين، بس انت كنت بتقول امتع الصالات. الصالات امتع الصالات بكتير. امتع. طب يعني مشاهده ولعب يعني. يعني بحس ان مش اي لاعب ينفع يلعب صالات، يعني مش اي لا لعيب كوره طبعا نجح 11 ينفع يلعب في خالص. دوري صالات. العكس، مش ال 11 ممكن ال 11 10 يبقوا كويسين، واحد سيء بيستخبى وسطهم، بلغه الكوره بيستخبى وسطهم. الخماسي والاربعه لازم يكونوا في لغه الكوره برضه واقفين على رجليهم مظبوط. لو بان ان انت مقصر هتبان. وكره الصالات عيبها انك ما ينفعش تقف خالص. ال 11 تقدر تنظم نفسك، في الصالات ما ينفعش تنظم نفسك خالص. لذلك هو في التبديل الخماسي في مفتوح. الخماسي مفتوح، تقدر تطلع وتنزل تاني، انت معكش مساحه تريح انك وانت قاعد بره. طول ما انت رجلك في الملعب انت لازم تكون بتجري بس، بتجري او بتشارك في بنى اللعبه، بتشارك في العمليه الدفاعيه، بتشارك دايما. عكس ال 11 بتقدر تنظم وسط، تنظم نفسك، بتقدر ان انت تقف وقت ما الهجمه تكون عليك على حسب مركزك. طب فانت دلوقتي ايه علاقتك بالكوره حاليا؟ حاليا انا قعدت فتره بعد القصه بتاعت السفر، قعدت والاسماعيلي، قعدت بقى لعبنا صالات تبع الشركه عندنا. اسسنا فريق انا ومحمد يوسف ودخلنا دوري شركات، قعدنا حوالي 3 سنين، بس احنا استمرينا كلاعب 4 سنين. بعدها بقى يعني اسمه ده، الموضوع ما كملش معانا. كنا بنصعد ونقول كل ما نوصل للترقي يحصل حاجه. اخر مره ما صعدناش، حصل تفكك في الفرقه، ما كملناش. قلنا خلاص كده. حاليا بقى ساعة ما بدأنا المشروع بتاع الأكاديمية، جت بقى يظهر قدامي دوريات اللي هو ال11. فطبعا بقى في حنين للعبة، فتعالى طب نجرب. عملنا فريق برضو بنفس المجموعة بتاعتنا، محمد ومصطفى وميدو ومحمد سيد. يلا نأسس فريق. أسسنا فريق بنلعب حاليا دوري اللي هو 11 يعني. فانت مش عارف تبقى لا، ما هي فيها سحر مش مفهوم يعني. ولسه بقى بتروح متحمس شايل الشنطه مش عارف طبعا ايه بروح وبحس ان انا عيل صغير عندي 15 سنة وبقى بحس ان انا عيل صغير فعلا. طيب انا واخد بالي انت ذكرت اسم يوسف اكتر من مره. مظبوط. فيعني انا عندي فضول مين محمد مين يوسف. محمد يوسف؟ بص بقى يعني انا طلعنا في ناس تقول لك تطلع من الدنيا بتلاقي حد تعيش معاه زي اخواتك. فهو برضه كده اول ما طلعنا وبقى عندنا استيعاب، فاحنا طلعت لقيته هو ومصطفى يعني. بس هو معايا اكتر عشان مصطفى بعد فتره كده اللي سكنوا. فمحمد يوسف شاركني كل حاجه من واحنا في حضانه يعني. فهتلاقي كل حاجه مرتبط بيها. انا بقول له يلا يا يوسف نروح المريخ، هو ما بيسالنيش هنروح ليه، هو بيجي معايا. بعدين بقى لما نروح هناك ممكن يسالني بقى هنعمل ايه، فاهم. هو كذلك امر انا ببادله بنفس القصه يعني. فهو هتلاقي اي حاجه انا عملتها مع محمود يوسف، حتى لحد اخر حاجه المشروع هو شريكي، لحد موضوع النادي هو شريكي. فخلاصته ان هو معايا في اي حاجه. ده خلاصه التجربه القول او خلاصه التجربه بينه وبيننا بقى. طبعا حاجات حلوه كتير دي عايزه حلقه لوحدها. ايوه انا فاهم. لا أنا متشوق اعرف هو مين يعني. شوف ف... فاحنا دلوقتي طيب انا عايز ارجع تاني. احنا كده يعني اتكلمنا عن رحلتك مع الكوره. انا عايز ارجع تاني لموضوع لنقطه. انت طبعا احنا شبكنا بدبوس واتكلمنا عن اداره والكلام ده، بس انت قلت لي ان انت دايما بتخاف تضايق اللي قدامك، وبتاخد بالك قوي من النقط النفسيه بتاعت الناس اللي قدامك وطريقه تعاملك معاهم، وبتحاول دايما ان انت ايه الاسلوب والكلام ده. يعني خلينا لو احنا ده في الشغل، لو احنا جينا نعكس ده على حياتك الشخصيه، فانت بتستخدم نفس المدرسه ولا؟ هو لازم قبل الشغل اصلا. هو مشكله البيزنس مفهومي لحد دلوقتي وان شاء الله مش هيتغير، عشان الناس الكبار في البيزنس ما يزعلوش مننا. هو انت انك انت لازم شغلك يبقى اولى من اي حاجه. ما هو يعني انا بقعد اشوف الكيان ده عباره عن ايه. ما هو الكيان ده مش حيطه، ما هو الكيان ده عباره عن الناس اللي موجوده فيه، فانت بتكبر بيهم او بتفشل بيهم. فهي الناس زي ما تقول لك الكيان ده اولى من الشخص. لو شخص مش هيتعوض غيره، لا مش هيتعوض غيره. لو هو شخص كان كويس سوي قبل شاطر، دي بتفرق معايا. فهو مش هتعرف تعوضه والله. في ناس كتير قوي غير سويه شاطره، ودول اكتر من السويين الشاطرين. فانت مش هتعرف تتعامل معاه. هو اصلا يعني ليله في الاخر هتنتهي باختلاس. هينتهي ان هو يفتح شركه من نفسه ليك. هو هيعمل حاجه مش عاديه عشان هو في طبعا مش دايما هيعصي الناس عليك، فهيخلق زيه كتير في المكان. فالبيئه دايما بتفرق. فهو الشغل فيه علاقات شخصيه عادي. ما هو احنا بني ادمين. وانا انت مش بتجيب خلاص هات روبوت بقى وشغلهم يقولوا تنفذوا اوامرك. فبس فنرجع بقى للسؤال. فهو نفس اللي عمله في الشغل هو
اللي بيتعامل معايا في الحياه، لان أنا راجع من علاقه شخصيه بنفذها في الشغل، اكيد بنفذها اكتر. وللعلم انا يعني على قد دول انا عصبي برضه عادي، يعني انا بنزعج جدا لما بلاقي حاجه مش غير المألوف عندي. لا على فكره انا غير المخالفه بتاعت حاجات انا مش غير الدين والمنطق، وغير ان انت ما قدرتش مسكت نفسك من انك انت تغلط يعني. فلو انت الثلاث معايير دول ما عملتهمش فانا منزعج جدا، وممكن بتعصب وممكن بقول كلام سيء اكيد، ولكن دي مش مدرستي. وتلاقيني انا عملت كده حتى وانا صح بحاول اروح اصلح عشان دايما احافظ على مدرستي، عشان ما يبقاش في تناقض للناس اللي تسمعني اللي ممكن يكون شاف مني موقف وحش. بس ده ناتج للثلاث حاجات اللي انا، لو انك عملت حاجه خلفت الدين فضايقتني، خلفت المنطق، خلفت انك انت كان في ايدك ممكن تمسك نفسك، او اللي قدامك ما يقصدش وانت جيت عليه. فانا بنزعج جدا من الاسلوب الوحش برضه، يعني زي ما مم. بحب الاسلوب الحلو بنزعج جدا منه، بيبقى ردي مش الطف حاجه. طيب انت يعني بتهندل، يعني انا عندي سؤال فضولي، يعني ايه اللي انت واجهته في حياتك وانت صغير خلاك قادر ان انت تبقى متشاف ان انت مدير؟ يعني هو في الاول وفي الاخر انا بشوف ان كل حاجه ليها اصل يعني هي انت اتربيت ازاي بناء عليه بقيت ايه. مظبوط. الفضل يرجع لابويا في الجزء دي، في الجزء ده. هو يعني علمني من وانا صغير ان انا كبير امم بأبسط الحاجات. ممكن يكون مثلا بيبقى في كل البيوت البسيطة بنفرش ورقة أو حاجة فتبدأ تحضر الأكل، كان يقول لي لا أقعد الصغيرين يلموا. أنا صغير زيهم امم في نظري صغير زيهم. أنا أكبر من إخواتي، أكبر من أخويا أصغر مني محمود بسنة ولكن الأخوات التانيين أكبر مني 8 سنين. بس كان لا ما تعملش حاجة الصغيرين امم الصغيرين يعملوا. كان ممكن بس يحصل مشكلة آه، مع في الشغل في العيلة، يتصل بيا يقول لي رأيك ايه؟ صغير برضه، فأنا كنت بشوف إني فده كان بيأهلني إن أنا أخلي بالي من تصرفاتي عشان أبان بالشكل الحكيم اللي تقدر ترجع لي بيه امم لحد ما لبست الشخصية يعني. امم فده كان راجع ليه هو، في إن هو دايما هو اللي خلاني يعني. هو في ناس تقول لك اتولدت كبار، فهو ده اللي الفضل يرجع ليه عند ربنا يعني. فدي أكتر حاجة أثرت معايا يعني. طيب فانت يعني كبرت، انت شخص مسؤول، مش عارف ايه يعني متعود دايما ان انت بتكون ايه، انا في منصب اللي هوجه وهتولى القيادة. انت دلوقتي هدوءك او شخصيتك او الشكل اللي بتهندل بيه ده، انت يعني خلينا نقول بتفصل ازاي بين شغلك ولما بترجع البيت يعني؟ قرأت مقولة من حد في البيزنس يعني جامد، بيقول لك ما تجيبش الشغل البيت وما تجيبش البيت الشغل. بتعرف تعملها؟ بعرف أعملها جدا بقى حاليا بعد ما سمعتها. يعني قبلها كنت بحاول أعملها بشكل نسبي نظرا لطريقة طبعي أو شخصيتي، ولكن بقيت بعملها بشكل 100%. امم طبعا ده مش يعني بيبقى في استثناءات لكل قاعدة، بس بعمل كده خلاص. أنا رحت الشغل فأنا بضحك عادي حتى لو عندي إيه في البيت، والعكس صحيح. والناس شغالة معايا برضه تبقى عارفة كده يعني. ما بحبش أصلا أبقى قاعد والدنيا بتنشن. متنشنة. بحب نهزر مش عارف ايه، بس مش زي ما بيهزروا مش شغالين في النووي. وارد ان احنا نتكلم مع بعض او نقول اي حاجه في نص شغلنا، مش على حسب. عكس ما كنا نتواصل مع عملاء، فانا دايما محتاج الجو حواليا يكون هادي، ما ينفعش حد جنبي يكون بيعمل صوت عشان اقدر اتكلم. بس هي شغلانه ما فيش تواصل بشكل مباشر مع الناس. بس فلازم يبقى في فصل تام ما بين انك زعلان هنا او زعلان هنا، عشان ده ملوش علاقه بده وده ملوش علاقه بده. امم طيب يعني خلينا نقول انت حياتك الشخصيه يعني انت متزوج؟ تزوج. الحمد لله. في عندي مالك ما شاء الله اللهم بارك. مالك عنده قد ايه؟ 8 شهور. ما شاء الله، يعني خلاص قرب على سنه خلاص. اه مش طب انت انت دلوقتي انت دلوقتي بتروح، يعني خليه في حاجه انا يعني ده سؤال يعتبر شخص انا ليه دلوقتي. انا مثلا بحاول اجتهد في حياتي العمليه وادوس ومش عارف ايه واحرق بنزين، الاقي الحياه الشخصيه تهبط مني، او مش تهبط، خلينا الحياه الشخصيه تفرول تبهوأ مني، أيوة. ما بقاش عارف الم. اجي امسك هنا فلاقي دي مش عارف ايه، الاقي كل حاجه بتفرط مش عارف المها. فانت يعني خلينا نقول انت واجهت حاجه زي دي قبل كده او ولا؟ بس انا بحب هندل دايما ازاي؟ اقسم حياتي مراحل. فانا بعد الجواز جت مرحله ان انا هيدمجوا عندي القسمين، وهياخدوا من القسم التابع ليا مع قسم خدمه العملاء يكونوا قسم واحد، فانا هكون داخل التيم. وبالفعل اشتغلت مع المسؤول عن التيم حاليا حوالي شهرين او 3 وكنت عايز اغير مجالي من قبل الموضوع ده والناس اللي عارفاني كويس عارفه ان انا عايز اعمل كده بقالي مده يعني. انا يعني عندي القدره عندي عميل، بس مش بحب اتواصل معاهم لان مش كلهم بيكونوا جايين عندهم حق.
في عميل بيكون جاي بيكذب، في عميل جاي متعصب، بس في عميل هو ده اسلوبه فدايما هيجي يهاجمك. بلزمك بالتواصل بالعملاء لو دي معلومه غريبه مقارنه باللي انا قلته اللي انا اشتغلت، ما كانش بالي عليها في شغلي والله خالص، للناس اشتغلت معاها. فحياتي اتقسمت بالثلاث شهور بعد الجواز. قلت ان انا هبدا اخد كورسات بشكل معين عشان عايز اتنقل قسم التطوير، ديفلوبمنت عموما. بس ثانية معلش، عشان دي حاجة اه كده بتجيب ايرور للناس. الناس بتقعد بعد ما بتتجوز ما بتشوفش قدام. انت بعد ما اتجوزت خدت كورسات. كان نرجع للنقطة اللي فاتت على طول، وهي فكرة انك انت ايه اللي خلاك طبعك تكون قيادي. يعني ان هو كان عندي مسؤوليات كبيرة جدا في البيت. امم ابويا ربنا يجزيه خير، يعني هو بيشتغل من الساعة 5 الصبح يرجع الساعة 11 بالليل يوميا عدا الجمعة. فكان باقي اليوم هو كان في نوع من بيوكلني من ان انا لو حد بس عنده مشكلة بحلها له، لو حد عنده حاجة بحلها له. فهو كان مشغول طبعا بطبعه علشان شغله يعني. فده كان مخليني ان انا مسؤول عن عدد اشخاص اكبر. فلما اتجوزت لقيت نفسي مسؤول عن شخص اكبر، وهما برضه مشكورين. بدأوا يقللوا الحمل عليا. بدأ محمود اخويا يبدأ يكون في الصورة اكتر. بدأ ابويا يشوف الحاجات اللي كان مثلا موكلاني بقت تبقى اصعب عليا عشان بقى عندي بيت مختلف. فالشاهد بيقول ايه، ده انا بقيت مسؤول عن شخص واحد بس. ف... فبنصح الناس اللي هي تتجوز يعني بالمناسبة. فهو الحياة بتكون مختلفة. وبتفرق الشخص اللي معاك برضو. فانت بيكون معاك شخص هادي بيبدأ ان انت ترجع بيتك. بتلاقي مثلا اكلك فبتاكل، فبتبدأ معاك من الوقت باقي اليوم انك انت تذاكر حاجة، تتعلم حاجة جديدة، مش عارف، مش مشغول في مشاغل الحياة اللي انت كنت مريت فيها في بيت العيلة يعني. الناس امم اللي هم بيكونوا اكبر اخواتهم المسؤولين بيكونوا حاسين اللي انا بقوله يعني. حتى تلاقيهم بينزلوا بوستات كتير. كان نفسي بقى اخ كبير انا من الناس اللي نفسها تنزل البوست ده. فهو دي بتريح فدي بتريح جدا يعني. انت عليك حمل وعبء كبير جدا مش بتحس بيه وانت الاوسط او الاصغر يعني. فالشاي دي ان انا لما دخلت المرحله الثانيه دي، فانا بدات ان انا قلت لا انا هاخد كورسات علشان ابدا ما يبقاش عندي خبره بس. يعني في حد قال لي انت جامد قوي بس ما عندكش علم. ف فانا ساعتها للوهله الاولى اتضايقت، ايه يا عم انت بتزعل ايه؟ بس هو كان خايف عليا فبينصحني يعني. ف... فقلت له تمام. فالجمله دي رنت معايا وخليت الموضوع يتعامل معايا بتحدي مش باحباط. وقلت ليه ما بكونش بجانب الخبره دي يبقى مش عندي علم، مش علم اللي هو بتاع المدرسه اللي هو مش علم في رايي، وهو العلم اللي هو بالكورسات او بالتخصص اللي انت. ساعتها خدت كورس. بدات ان انا اقول انا هنتنقل القسم الاول. فاخترت ان انا انتقل قسم التطوير. ايه الاقسام، ايه الكورسات اللي بتخدم على قسم التطوير؟ وهو كان قسم كورسات البي ام بي، الار ام بي. وخدت طبعا الكورسات البدائيه الاي سي دي ال واللي هي بتاعت المايكروسوفت عموما. كنت بالتوازي باخد بجنبها كورس انجليش عشان عشان الكورسات كلها بالانجليش اصلا. فقلت ان انا ايه محتاج ان انا اعلي النولج بتاعتي، ما تبقاش مجرد ان انا انت ايه انا قديم في الشركه. دي كانت حاجه بتزعجني جدا. لان انت لما بدات تخش على مدارس مختلفه فلازم لما يكونك ليك فاهم يعني. فطبعا بدات اسعى ان انا اتنقل قسم التطوير. اتلغى في الشركه زي زي منتخب 98 كده في الكوره. فكانت مضايقاني جدا القصه دي. فاعمل ايه؟ طب لا انا هاخد كورس اتش ار. ليا صديقين اسلام وبلال، يلا يا جماعه ناخد مع بعض كورس. هم كانوا ايه برضو عندهم نفس الفكرة، بس هي عندهم نفس الفكره، عايزين سهل. يقولوا من القسم وعايزين نعمل حاجه. طب نعمل ايه؟ رحنا قدمنا بالفعل على كورس اتش ار مم. عشان نبقى اتش ار. هل احنا اتش ار؟ لا يعني. لقيت بعدها بيكلموني في قسم التك ان هم محتاجين حد يعني. ف... فاقنعوني ان انا اروح. ان انا اخد الكورس يعني. كورس خاص بالتك وابقى معاهم. فانا كنت متخوف انا ليه، انا كنت عايز اروح التطوير. فلقيت كورس الاتش ار وبدات ان انا اخد الكورس اللي هو الخاص بالقسم اللي انا فيه. فهو اسمه بيزنس اناليسيس تحديدا يعني. مم. ده كورس شامل دبلوم يعتبر لان هم 5 كورسات في بعض. وده اللي بيساعدك ان انت تكون شغال في تيم البرودكت. ده تيم البرودكت مشهور في الشركات الكبيره وبيكون داخل جوه داخل قسم السوفت وير يعني. دي حاجة مهمة، معلش يعني أنا لازم البرودكت ده حاجة يعني أعتقد محتاجين نتكلم عنها. يعني أنا شفت بودكاستات كبيرة، ناس أصلا هي شغلانتها إن هي شغالة في البرودكت. مظبوط. أنت بتشتغل عشان تطوره ولا يعني بتشتغل يعني؟ تحسين وتطوير. طب يعني أنت أصلا شركة خدمية،
مظبوط. فانتوا ايه البرودكت بتاعكم؟ البرودكت بتاعنا السيستم اللي بيربط ما بين الكابتن والعميل والشركه والفروع. فطبعا انك تربط اللايف سايكل الخاصه بالاربع حاجات دول محتاجه سيستم واضح، ومحتاجه يكون البرودكت بتاعك محترم، قادر يكون بسيط وسهل على الناس دي كلها. فايه البرودكت بتاعنا السيستم ده الرد يعني. طيب انت دلوقتي بقالك سنه في قسم قسم التك، انت ايه الفتره الجايه بتخطط ليه؟ هو انا خدت كورسات اللي هي خاصه بقى بالبيزنس اناليسيز والسكرام ماستر والتست كيسز، كذا حاجه كده جوه عندنا. فهو حاليا انا خلصت، فبقى انا في فتره تنفيذ فعلي يعني. فيعني بيشهدوا ليا في القسم ان شاء الله اكون صح كده ان انا بتطور يوم عن يوم بشكل ملحوظ قوي، وبشكل كاسف. في السنه دي سنه برضو مش كتير ومش قليل، بس اللي وصلت له كويس جدا في السنه يعني. فده اللي شغال عليه بقى، ان انا ابدا انفذ اللي انا خدته واقع، لان يعني الشغل الاكاديمي بس مش افضل حاجه، اللي هو الكورسات انا جالي تطبق جالي احساسين يعني. انا حسيت في الاول ان انت ايه، شخص انا مدير مش عارف ايه، بعد كده حسيت ان في شفت مره واحده ان انا قاعد قدام حد نيرد جدا وبيذاكر ولابس نظاره ودحيح. علشان يعني انا بشوف ان ده خطأ حصل عندنا في الشركه، وهو ان احنا يعني اندمجنا في التشغيل بشكل كبير قوي على حساب العلوم. واحد زي مثلا يعني المفروض الناس بتاخد النوليدج وبعدين تروح تطبق. احنا عملنا العكس. انتوا اتعلمتوا وخبطتوا ووصلتوا للاكسبيرينس، بس ما فيش نوليدج. يعني انت مش عارف دي جت منين بالظبط. وهو المفروض ان هي ليها مراحل يعني. انت بتجمع انفورميشن عشان تتحول نوليدج، انت عملت العكس. انت فاهم القصه. فهو كانش ده طبيعي. المدارس بتيجي علينا مختلفه، بتيجي تناقشنا احنا مش فاهمين زيهم، ما كانش ده الطف حاجه. طب انت مين فيهم يعني؟ انت الشخص انا بحب ايه بقى مؤخرا اللي هو نظريه ان انا الشخص بقى اللي هو انا مش حابب اكون مسؤول عن حاجه بشكل مباشر حاليا، لحين ما اكون خلصت كل جوانبي فقادر ادير تاني بشكل لان زي ما قلت لك عندي مشروع وعندي بيتي، بقى عندي تفاصيل مختلفه عن حياتي الاولى. فكنت الاول عادي، كنا يعني بيقولوا كده مسحولين تشغيليا. فانت بتحاول على قد ما تقدر اللي هو انا ايه، بأدي كحد في القسم، بأدي جامد وبتعلم على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت بجيب نوليدج بحيث ان انا ايه اهن. انا كده عندي طرفين، وانت بتحاول تمسك العصايه من النص. والاداره زي الكوره ما تتنسيش. انت تقدر لو تحطني تاني ان شاء الله اقدر ادير القسم، وانا بكون بحب كده. ليا طريقه مالهاش علاقه. هو فعلا يعني احنا عندنا في تاسيسنا في القسم عندنا المشروع 2 3 مش بشكل مباشر، ولكن عشان انا بتعامل معاهم بشكل مباشر دايما، فهم المسؤولين مني حاليا يعني. لما بيعملوا حاجه برجع اتسال من مديري المباشر، هم دول ما عملوش كده ليه؟ مش هو اللي بيروح يكلمهم بشكل. فانا مسؤول يعني ايه موجوده لسه، فاهم؟ بس مش بشكل الاول ده كان مش فظيع يعني. طب خليني انا في حاجه كده كام نقطه عايز اسردهم جنب بعض فيكونوا لي حاجه، كونوا لي صوره عايز اتاكد منك فيها. هو انت في الاول قلت لي يعني انت دلوقتي بتقول ان هو انت بتحاول على قد ما تقدر بتجمع نوليدج، وفي نفس الوقت بتكسب خبره من الشغل في القسم بتاعك، انت بتحاول توازن. مظبوط. تمام. وانت مدير، فانت يعني ايه بتحاول على قد ما تقدر توجد الوزنه بتاعه اللي هو الناس بتحبني وفي نفس الوقت بتخاف تزعلني وبتحترمني. مظبوط. فبرضه بتوزن الدنيا. هل ده اسلوب يعني؟ هل دي هي اسلوب بقول توفيق من ربنا كتير، عشان احنا ما نعملش حاجه من ذكاء مننا، بس انا بقدر اوديك المكان اللي انا عايزه وانت مش حاسس. ممكن اكون بعنفك اصلا في نص الكلام وانت مش حاسس. انا قصدي فهو هي مدرسه، هي اسلوب فعلا زي ده، هي اسلوب وطريقه. فهو يعني بحسك دايما بتوازن يعني انا بحب العصا، انا هعمل اللي انا عاوزه. ده نظريتي يعني. انت هتعمل اللي انت عاوزه، وفي نفس الوقت هو اللي قدامك ايه، انت هنحاول نقرب الدنيا. يعني فالعصايه من النص دي مش زي اللي راسه على السلم. لا ما هو انا عندي النظريه ان انا مثلا دي برضه بتمسكها من النص. ما هي لازم تتمسك. هي مش سهله خالص. وهو انا مثلا بقعد اقول لحد لما تيجي تحكي حاجه مش لازم تكذب، مش لازم تقول الحقيقه كامله، بس مش تكذبش يعني. مش بوديك تكذب، بس انت ممكن تقول معلومات زياده تودينا لمشاكل تانية، او ممكن تقول معلومه زياده فتخليه يسيب اساس الموضوع ويرد عليك في حاجه تانية وتشغله. هو ده نفس القصه. فهو انا لما باجي اتكلم مع حد، انا مش عايزين نعمل ولا نعمل زياده عن الحد، ولا ما كنتش بنعمل انا وانت. تعالى هنتقابل
كل الطرق تؤدي الى روما فعلا، بس انت حسب انت قلتها ازاي. وفي طرق عنيفه بتودي، وخلي بالك في ناس بتحتاج عنف، واحيانا بستخدم معاهم ده في الوهله الاولى لحين مكسبه. ما هو شخص سيء، شخص عشان الترويج يعني. عشان فبرضه انت الترويج. تمسك العصايه من النص، انا هعنف اهو بالظبط، لازم تعمل كده. تدي علشان انت لو انت اتعاملت معاه دايما بشكل سيء، يقول ده غلبان. هو حتى كنت في كورس في الاداره يقول لك الزبون جه، لكن وانت لو عنيف فيبقى اول ما يجي هيبدا يعمل تصرفات بيزيد تصرفاته الاصليه، فمش هتعرف تمسكه اصلا، مش هتعرف تسيطر عليه اصلا، علشان هو هيكون بيعمل اللي مش في طبعه عشان خايف منك. فانت هو ولا هتكون ولا نجحت هنا ولا نجحت هنا. انا خدت بالي ان انت بتذكر على مدار الحلقه كام، او على مدار البودكاست كامل، انت بتوصل لديتيلز وتفاصيل عميقه شويه يعني. ودايما بحس ان انت دايما شايف ان في وجهه نظر ورا اللي الشخص بيعمله. يعني هو حصل كذا فهو اوريدي هو كان كذا، او مش عارف بان كذا فهو قبلها كان كذا، او انت حصل كذا فهو يعني انت دايما احس ان انت حابب توصل للاصل. يعني هو الاصل ايه، مش اللي ظاهر، الاصل ايه. هو انا هقول لك الموضوع ده برضه عشان اديني نظريات، احنا عمالين اكتب وراك. بحب اقول الوحش حلو عشان مش حلقه ايجابيه. انا وانا صغير ممكن كنت تكون بتشبث برايي بشكل معين، انا حاليا لحد دلوقتي عنيد، بس ممكن يكون عنيد بشكل تقبله مني. ممكن يكون قبل كده كنت عنيد بمسك العصايه من النص. عنيد بشكل رخم جدا. فحسيت ان انا مع الوقت ان انا مش اكيد قدامي عنده وجهه نظر تانية، هو اكيد مش وجهه نظر تانية مش صح. فانا اسمع وجهه نظر بوجهه نظري. تعالى نرجع للثلاث حاجات اللي بكلمك فيها. لو هي نابعه من ده فانا اشوف، لو انا كده يبقى الحمد لله ربنا وفقني. لو انا مش كده فارجع اسمعه يبقى هو الصح. لو انا وهو غلط فممكن اقول له وجهه نظر ثالثه وانا هو نروح لها هترضيه، عشان ما شافش ان انا متشبث برايي الشخصي الاولاني. فانا بشوف دايما ان مش لازم تسمع صوتك انت بس، ووراك ممكن يكون في اصوات تانية. ومع الوقت لو ربنا كرمك وبقيت فاهم في الحته دي قوي، اتكلم بقلب بقى. الناس هتثق فيك، الناس هتقعد تسمعك، الناس هتستنى انت تبدا تتكلم. ده حرفيا بلمسه في اماكن كتير، واماكن ما بحسش فيها كده ما بقعدش فيها خالص. وفي اماكن حاليا بقعد فيها بتزعجني عشان ما بحسش ان انا ليا صوت فيها، وهم مش مديني مساحتي مش بقعد فيها. والعكس صحيح. فانا لقيت الناس واثقه فيا، فانا هبدا اقول رايي وعن ثقه وعن كلام ما يكونش في تناقض، عشان ما تلاقينيش مثلا بقول لك الحق دي كوبايه مش مج. انت مش هتصدقني لو انا قلت لك ان ده مثلا مش اللون ده، فاهم؟ فهي راجع عن ثقه يعني. طيب انت قلت لي ان انت احنا كده تربو الكوره، فانت وقلت لي ان انت في بيزنس جانبي كده. مظبوط. فانت يعني ما يعني ادينا بريف عن اكاديميه كره قدم. بنسعى ان هي تكون نادي ان شاء الله. اسمها الاباتشي. هي حاليا في مرحلتها الاولى في الهيكله والتنظيم. قطعنا شوط كبير وحققنا حاجات في وقت صغير، ولكن مش عايزين يوهمنا وهم النجاح المؤقت ده. بس دعواتك يعني. ربنا يكرمك يا رب. بس انا حاسس ان المجال ده مليان قوي، يعني الاكاديميات اكتر من هم على القلب. بص، هي دي راجعه نظريه قبل السوشيال ميديا وقبل البيزنس وقبل الكلام الكبير ده. المحلات بتفتح جنب بعض يعني، تلاقي مثلا شارع واحد كلهم فاتحين حاجه واحده. هو رزق طبعا، رزق وتوفيق، بجانب بقى انك انت بتقدم ايه مختلف عن كنت عايز اقول لك انت يعني المكان بتاعك. او اول حاجه احنا دمجنا ما بين يعني كل الاكاديميات، الا مثلا بتكون اكاديميه بتكون للفريق اللي هو فوق السن، او اكاديميه تحت السن، وده الاغلب. احنا عملنا اول حاجه دمجنا ان احنا يكون عندنا الاثنين، فبنقدم خدمتين في نفس الوقت. الخدمه الثانيه وهي ان احنا تكلفتنا مش عاليه خالص على الناس، ومايلين جدا في القصه دي، ومش بنستخدم اساليب التحصيل اللي هي بتكون في الاكاديميات اللي هي بتضايق. وهي ان انت بتكون واقف مثلا فتجمع اللعيبه، مين دفع اشتراك تنزله مين لا. بنحاول نراعي الناس برضو ونستخدم اسلوبنا، بتتجنب اللي انت عشته بالظبط. وبحاول اساعد الناس توصل لهدفها اللي انا ما عرفتش احققه يعني. ايوه تمام انا فاهم. طب اسمه ايه ده يعني في دماغك ان يعني انت بتشوف ان اللعيبه احنا اصلا في مصر حاليا، انت طبعا بتتفرج على الكوره، ان احنا عندنا ضعف مواهب، او بتلاقي لعيبه بتلعب في الدوري الممتاز، يعني زي الفيديو الشهير بتاع محمد سمير مع ابراهيم فايق. لما كان بيقعد يقول لك ان في لعيبه بتعك، لعيبه بتلعب دوري ممتاز. احمد ياسر
احمد ياسر بتاع البنك الاهلي. لا مش احمد ياسر، محمد سمير كان مع ابراهيم فايق. احمد ياسر ده كان مع سيف زاهر لما مظبوط. كان قاعد يقول له فرق ايه، لما قاعد يقول له انا جايب 4 تجوان ارقام، كلمنا ارقام كده. فهو انت يعني في دماغك ان فعلا ان في النشء يعدي عندك، يعني يعدي بشكل مختلف، او اللي هو يطلع يطلع حد مختلف في مصر في التاسيس بشكل عام، واكتر حد كشف القصه دي زيزو لما جه من بره، وهو تاسس معظم لعيبه بره. انا عارف ان هو كلمته وادي دجله من البدايه، ولكن لما طلع بره فهو الراجل اتاسس في حاجات مش موجوده عندنا. عشان برضه نبقى صريحه، اكيد مش عندنا في الاكاديميه بنقدم شغل مختلف عن الموجود في مصر، ولكن بنسعى ان احنا نتعلم اساليب جديده تخلينا نكون مختلفين. فهو في مشكله بقى في مصر عموما في التاسيس اللاعب. بس انت المكان شغله موضوع التاسيس ده ان هو ياخد باله منه. طبعا. وان احنا نكون معانا رخص ويكون معانا كورسات، مش هاويين يعني. مش ناس هاويه، لان احنا برضو جايين من المدرسه. وبخلي انت لعبت كوره يا عم، ما تدرب يعني. بالظبط. وين يعني معظمها شبه كده، بس انا بحاول اخلي بالي دايما، حريص جدا ان ما يتقالش علينا ان الناس دي فاتحه عشان تتربح. حاليا لحد دلوقتي ما تربحناش حاجه، وبقى لنا داخلين 8 شهور عشان احنا بنصرف على المكان، مش عايزين نتربح حاجه من المكان حاليا لحين ما ناسس الموضوع صح. عاملين شويه اساليب يعني جديده. فاتحه صدقه ولا ايه؟ فاتحه صدقه ولا ايه؟ لا مش صدقه طبعا. هو اكيد اساس كل نجاح التربح، بس وانا بشوف دايما لو ساعت لي التربح هتتربح. يعني انت قصدك المكان بيصرف على نفسه دلوقتي؟ المكان بيصرف على نفسه. ده كلام بيزنس كبير. النجاح بيجيب تربح. انت هتنجح، هتعمل ايه؟ هتنجح ان هتحقق عدد كبير، فعدد كبير هيجيب لك تربح. ولكن لو نجحت انك تحصل فلوس، فانت هتعرف تعمل كده اول شهر. مش هتستمر، لانك انت ما بتصرفش على المكان، ما بتطوروش، ما بتدخلوش افكار. هينجح الفتره وهيسقط تاني. ولكن زي ما قلت لك بقى، نرجع للموضوع، فهو رزق بجانب تخطيطك ودراستك للمكان، وانك انت ازاي تكون دايما بتدرس. فربنا كرمني بشركه شاطره بالتسعه، مقسمين مهامنا الاداريه صح، مش شغال لوحدي، ففي اصوات كتير مش سامع صوتي بس. فلو في حد بيفوقني بضيف للمكان، اكيد بضيف بافكار وراجع للثقه اللي بينا، ولكن بقى في اصوات تانية وفي افكار تانية بس. انا فاضل لي سؤالين. تمام. ماشي، السؤال ده ثابت معانا. انت ايه تعريفك للنجاح، او انت الشخص انت بتشوف ان ده شخص ناجح؟ في رد ديني ورد، يعني رد خاص بالاخره ورد خاص بالدنيا. طب نمسكها من النص؟ لا نرد في الدين ما فيش في النص، ودي برضه نظريه عشان الناس. الدين ما فيش في النص، هو الدين كده ما فيش في النص. ربنا يعافينا، مش افضل حد، ولكن بسعى دايما ماشي ان احنا نعمل كده. فالرد الديني هو النجاح ان انت تخرج من الدنيا بزحمتها، خلينا اقول بحلوها ووحشها، عشان في حلو طبعا في نعم كتير، بانك انا انجح بقى. يعني انا انجح واروح الاخره اللي هي الاصل. انا عايش سنه، مش عايش ده كله وفي الاخر اخش النار. يعني احنا بنقابل مآسي كتير ومصاعب كتير. النجاح في الدنيا ان انا اسيب بصمه، ودي الكلام بيتقال كتير، بس ان انت تسيب حاجه انت عملتها مفيده، حتى لو هتسيبها في اصحابك عادي. يعني تموت والله الله يمسيك بخير فلان، كنت مثلا بتعلمنا كذا، كنت بتفيدنا بكذا بشكل غير مباشر، حتى لو هو مش قاعد بيعلمك اكيد، بس كلنا بنستفاد من بعض يوميا. في الشغل نفس القصه، شاركت في او ساهمت في نجاح تربو، ساهمت في نجاح الاباتشي، ساهمت في نجاح بودكاست معين وهكذا. انت مش قصدك بالسيره الحسنه اللي هو انت اللي هو ده والله كان طيب، والله كان لا، انت قصدك انت سايب اثر. دي مهمه النظره اللي انا العاطفه يعني. دي مهمه جدا. اكيد لازم تكون شخص طيب محبوب، الناس بتتكلم عنه بخير. طبعا مش تبقى 100%، مش تبقى 100%، ولكن بتسيب اثر، اثر يعني اثر ملموس، مش مجرد سيره او سمع عنك بس يعني. طيب ده كده اخر سؤال. انا كنت مبسوط ان انا كنت معاك في الحلقه بجد، اتبسطت جدا، وفي حاجات اتضافت لي انا ما كنتش اعرفها. يا رب تكون خير بس. لما اقلع بقى ايه قميص المذيع بقى نشوف القصه دي. في سؤال انا ما سالتوش، في حاجه كنت نفسك انا اتكلم فيها انا ما جيش ناحيتها. لا عادي، لو في حابب حاجه نكمل فيها انا مبسوط معاك، قاعد معاك يعني. لا مش زهقان خالص. هو انا يعني انا شايف لو شايف ان في حاجه معينه، يعني انا واخد بالي انت قيمه الصحاب بالنسبه لك عاليه، يعني انا محمد هو انا الصاحب ده اكبر من الاخ. يعني انا حتى لما باجي اقول لاخويا بتقعد تقول له اعمل صاحبي، ابويا بيقول لي انت صاحبي. هو الصاحب ده قيمه اكبر. انا بشوف ان الصحوبيه عموما هي قيمه مشتركه في كل العلاقات طبعا. يعني انت صديقي بس في تجمعنا الصحوبيه. يعني الصحوبيه يعني ممكن انا وابويا نبقى اصحاب، انا ومراتي نبقى اصحاب، هو ابوك نفسه اكيد علاقته اكبر من الصاحب
في المجتمع. هي فعلا قيمه اعلى. بس هو بيقعد يقول لك انت صاحبي، معنى كده ان هو بيميزك. مراتك تقول لها ايه، بكره احكي لك حاجه كصاحبتي عشان ما تغيرش مثلا او تعمل مشكله، فبتقول لها انت صاحبتي، فهي برضه اذا هي صاحبي. بمناسبه المشكله انا صحوبية ممكن بيننا اتكلم وبين- عن هندله النكد ولا لا نتكلم؟ طب بعد اذنك بالله عليك. فانا بشوف ان الصاحب ده اكبر قيمه، هو بيجيب كل حاجه مشترك في كل العلاقات باختصار زي ما انت قلت. فانا في صحابي دول اهم ناس في حياتي. بتهندل النكد، اهم ناس في حياتي. معلش حرفياً. انا الحته دي عجباني قوي، معلش لا بتهندل. وهي لسه كنت بنحكي كده انا مراتي مثلا بتعمل ان احنا اصحاب، فعشان تبقى هي عشان ما اسمعيش تقول لي صحابي اهم حاجه في حياتي، تقعد تقول لي مش كابتن زيهم كتير. فهي بتعامل معايا ان هي صاحبتي اكتر ما هي في مساحه بيننا كبيره جدا. فقادرين ان احنا نتعامل براحتنا. هيكلت برضه ده هيكلت في البدايه، لان يعني عايز اقول لك ان احنا مش بحب اتكلم عن حياتي الشخصيه خالص، والناس قريبه ما انا ما حبيت بس انا عايز اقول ان احنا في بدايتنا ما كناش قريبين خالص. ده طبيعي يعني، لان انا اتجوزتها بالجواز الشرعي اللي ربنا قال عليه، مش بالجواز ان احنا كنا مرتبطين مثلا واتجوزنا. انا شفتها. ايه ده كابتن محمد امام اتجوز صالونات؟ هي الجواز شرعي، جواز ربنا اللي هو انا والله طلع هو الصح يعني، والله طلع هو الصح ومفيش حاجه غير كده. فانا يعني رحت اتقدمت لها فاتجوزنا على طول. فطبعا وخطوبتنا كانت شهر وشويه، وبعدين كتبنا الكتاب. فانا يعني انا اتخطبت في شهر 10، اتجوزت في شهر 12. مش طبيعي. فانا ما لحقتش اعرف الشخص قدامي، وربنا رزقني ان الشخص ده سوي، فما اتخدعتش فيه. كنت ممكن التجربه ما تبقاش الطف حاجه، ولما حد يجي يسالني بقعد اقول له خد على مهلك وقتك، اعرف الشخص قدامك صح، لان مش شرط تكون تجربتي هي تجربتك يعني. فاتفقنا ان احنا نتعامل صحاب، ممكن نعمل ما تتخيلوش كصحاب زي ما بنهزر كصحاب، بس لو مثلا ابونا جه واحنا قاعدين كصحاب بنحترم بعض زياده، بس ده بيصلي بينا ده. فهي نفس القصه كده. فهو احنا بنبقى اصحاب جدا، بنتكلم براحتنا وفي اريحيه خالص، ده بيخلينا ما نتصنعش ولا بتتصنع ولا تتصنع. اكتشفت شخصيتي الحقيقيه واكتشفت شخصيتي الحقيقيه. فالفتره الاولى المنزعجه ليا عدت الحمد لله، اللهم بارك يعني. ف فبس يعني فهي برضو راجعه للهندله. بذلت مجهود، واكيد بذلت مجهود عشان ما ابقاش بقول ان انا بعمل كل حاجه، ولكن بذلت مجهود كبير لان هي شخص كان مقفول عليه خالص. فده انا كنت اقول لك علمني. فهو كان شخص مريح جدا بالنسبه لي في ان انا لما اعمل حاجه او تعمل حاجه غلط ما تزعجنيش. ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. وبالنسبه انا مره كده حياتي شخصيه الناس القريبه مني عارفه يعني، قليل قوي. انا مش حابب اكمل عشان خلاص كفايه. ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يا رب يديم عليكم. لا انا مش حابب اكمل بجد، انا مش حابب اكمل بجد عشان ربنا يسترها عليكم يا رب، عشان مش كتير من الناس عندها من خلينا نقول ايه تمني الخير للغير. الحمد لله ربنا يا رب يديم علاقتكم في احسن حال، ونشوف ذريه صالحه امتداد ليك باذن الله. اسم محمد او محمد امام، محدش امام ماشي يا امام. فانا مبسوط جدا 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 ان انا في الحلقه بجد. اتمنى ما اكونش ان انا رغيت كتير واديتك مساحتك خالص. ف اتمنى اكون فت باي معلومه يعني. انا عارف ان غرض البودكاست مش تربح برضو، فاتمنى نكون فدنا الناس بمعلومه وتقعد تسمعنا، ما نكونش زهقنا مننا وبنضيف حاجه للناس يعني. هو اكيد يعني احنا اتكلمنا في اكتر من حاجه، واتكلمنا في حاجات عمليه بجد يعني، مش اللي هي يعني بس احنا في جانب ما كناش عليه. انا عندي اصحاب قريبين ليا برضو ما كانش عنهم، مش حابب اكون ما هدرتش حقهم. يلا بينا جدا. فلو عندك اسئله خاصه بيا تمام، بس انا حابب اكون ما ذكرتش اهم الناس. هو الحلقه ابويا اتذكر محمد يوسف، مصطفى علاء، قلت ميدو في موقف، قلت اسلام وبلال في موقف. عندي مجموعه من الاصحاب كده كلهم قريبين ليا وعندي نظريه برضه ان اصحابي انا بتحرك بيهم. حابب تكون صاحب لينا، هم ناس كويسه جدا وما يتعوضوش مهما تقعد تلف. يعني مفيش حد فينا بيساعد حد ان هو مثلا زي ما احنا صغيرين نشرب سجاير مثلا، يساعد ان هو يعمل حاجه حرام عموما. لا احنا شلنا دايما بتتعاون دايما ان احنا نكون بنعمل حاجه حلوه. بنعمل حاجات سيئه اكيد زي اصحاب، ولكن مش بشعه. فمفيش حد من صحابي مثلا قال لي تعالى مش عارف نشرب حاجه او نعمل حاجه، تعالى نعمل حاجه وحشه. زي ما ذكرنا في بدايه الحلقه وقلنا ان مثلا انا واصحابي ما بنشوفش بعض اب وام. هم الناس بتبقى فاكره ان هم علشان قريبين لبعض فهم كده ممكن معاهم الحق ان يشتموا مثلا بعض كده قريبين قوي. لا احنا مش كده خالص. فهي عندنا شويه قواعد كده والله مش دارسينها ومش بنحفظها مع بعض. هي انت بتخش تعرفها لوحدك من التعامل.
والله يا استاذ محمد انا موضوع يعني انت لما قلت مش دارسينها دي جبت يعني نقرت ناقوس الخطأ، مش مهم. المهم اللي اقصده يعني ان احنا دلوقتي العالم بقى من كتر مثلا فيديوهات ازاي تعمل ايه مش عارف ايه، ازاي تاخد كورس، بقى في كورسات لحاجات غريبة. قتل عندنا احنا فكرة ان انا استكشف واجرب، بما ان كل حاجة اروح ادور عليها واتعلمها. مظبوط. فما بقتش تشوف فطرة الإنسان أو الإنسان موهوب فيه أصلا، أنت ما بترميهوش فتكتشف هو موهوب فيه. هو كل حاجة بقى قادر يتعلمها، كل حاجة بقى قادر يسرش، وكيف تقوم بغلي البطاطس وكيف تقوم بسلق البيض. يعني أنت ممكن كل حاجة تدور عليها وتشوف هي هتتعمل إزاي، وفيديوهات الريلز كلها إزاي تعمل مش عارف إيه في 30 ثانية. يعني حتى انا مش بحب فيديوهات بصراحه، أنت مش بتحب ما بحبش فيديوهات، بزهق جدا أنت ما بتتفرجش على ريلز؟ يعني ممكن لو حاجه تخص الكوره والسام نيمز بتاعها شدني يعني. ممكن ادخل او لكن الكابشن بتاع ما شدني، بتتسحلش بقى ان انت تقعد لا ساعتين خالص. بتسكرول داون وكده. لا في ناس تخش الريلز تقعد، انا ما بعملش كده خالص، الى ما لا ما نهايه. بعملش كده خالص خالص 100%. مش ده انت بتحافظ على وقتك بقى. لا بس بس بحاول بزهق يعني، بشوف ان فعلا يعني احنا اصلا حتى مدرسه تربو كانت مدرسه التجربه، مش فاهمين اي حاجه في الشحن، والله نفتح شركه شحن او هم اصحاب الفكره يعني. وبعدين المؤسسين، وكنت الحمد لله كنت واحد منهم، فهو جيت حضرت معاهم واحنا مش فاهمين برضه اي حاجه، فكان تجربه اعم واشمل من الدراسه. يعني في من الناس في البيزنس كتير، في بدون ذكر اسماء عشان ما حدش يزعل، في واحد مثلا بيقعد يتكلم عن البيزنس كتير او بيزعجني جدا، لسه كنا بنتكلم انا واصحابي، هو اصلا ده شخص اكاديمي ما اتعلمش قبل كده. طب انت مريت بيه تنقله لي، ما تنقليش كام كتب يعني. طبعا الدراسه مهمه والعلم مهم والنولج مهمه وكل حاجه عشان ما حدش يفهم كلام غلط، بجانب التجارب والمواقف. بس هو اصلا هم شخصين مختلفين. يعني الشخص اللي بيبقى عنده نوليدج، ما النوليدج بس يعني بيبقى ليه وظائف، والشخص اللي بيعرف ياخد النوليدج دي يحولها لحاجه يتعامل بيها شخص تاني، حد تاني خالص. اكيد ما عشان كده بقول لك لازم تنزل وتجرب بايدك وتعمل كل حاجه بنفسك، ما مثلا ما تتعلمش حاجه في كورس وما تجربهاش. ده اللي انا بعمله في شركه خلاص. اصلا انا مش بعرف احفظ كتير وبزهق، انا خلاص خدت كورس، فانا وقته كنت مميز، بعدين نسيته، هعمل ايه؟ اللي هيفكرني التجارب او اروح بقى للمنطقه العمليه اللي الشركه محتاجها. انت محتاجه ايه؟ فعندنا في البرودكت مثلا نحتاج ان نكتب يوزر ستوري كويس، انا بتعلم حاليا ان اكتب يوزر ستوري كويس، بطلع دلوقتي نتائج كويسه. بدات احفظ انا عملت ايه بناء على الكورس، بدات احفظه بقى دلوقتي، مش حافظ وقت الكورس. حفظ وقت الكورس ما هو يعديك غير من تيست الكورس، يعديك من انك انت يحسسك انك انت بتتعلم حاجه. بس ده مش هو نهايه الكورس هي بدايه الشغل بالظبط. فخلينا نرجع للجزء بتاع الصحاب يعني.